السلام عليكم، معاكم محمد السلفي. في الفيديو ده عايزين نكمل بقية التفاصيل بتاعنا، وان شاء الله هنخلص الموديل بشكل كامل. انا عارف ان انا بقالي فيديوهين تقريبا، كل فيديو بقول لك ده اخر فيديو، ولكن يعني انا مش عايز اكروت الفيديوهات. بس المرة دي الفيديو ده مهما طول ده هيكون اخر فيديو هنخلص فيه الموديلنج بتاعنا بشكل كامل. طيب، اول حاجه انا عايز ابدا بيها هو الحامل بتاع الموديل بتاعنا ده. طبعا احنا الريفرنسز اللي جبناها فيها التفاصيل من الاتجاه ده، ولكن الناحيه التانية هنا عندنا التفاصيل مش باينه. طبعا انا المايك ده قدامي دلوقتي، ففي تفصيله محتاجين ان احنا نضيفها هنا. انا ان شاء الله في المونتاج وانا بمنتج الفيديو ده هحط لك الصوره بتاعه التفصيله دي، بحيث تبقى فاهم بالظبط احنا عايزين نعمل ايه من البدايه. ولكن ببساطه انا محتاج الجزء ده من الموديل يبقى دائري زي ما هو، ولكن الناحية التانية أنا محتاج الدايرة دي تبقى أكبر، ومحتاج يكون في جواها شكل سداسي، هيكون في راس مسمار، راس المسمار دي برضو هيكون شكلها سداسي. طيب، عشان نبدأ نشتغل أنا هروح للإيديت مود، ومن الإيدج سيلكشن أول حاجة أنا هبدأ إن أنا أمسك السبورت لوبس دي وهقول له إكس ديزولف إيدجز بالشكل ده. التفاصيل دي إضافتها هيكون أسهل. كنترول ار وهبدا ان انا اضيف لوب كات في النص هنا، علشان انا عايز النص ده من الفتحه بتاعي هيفضل زي ما هو، ولكن الناحيه التانية في النص التاني ده هنبدا ان احنا نضيف التفاصيل اللي احنا محتاجينها. وانا ماسك اللوب دي بالشكل ده هقول له كنترول بلس، فهيبدا ان هو يمسك لي كل الفيسز اللي بتكون الدايره بتاعي، وانا عايز ابدا ان انا اعمل لها سكيل. طبعا السكيل بتاعي دلوقتي مش شغال زي ما انا عايز، لان الترانسفورم بيفوت بوينت اكتيف اليمنت هخليه ميديان بوينت. هبدا ان انا اقول له اس عشان يعمل لي سكيل، شيفت اكس علشان ما يشتغلش على الاكس، وممكن اعمل السكيل مثلا بقيمه تساوي 1.75، حاجه زي كده ممكن تكون مناسبه. طبعا احنا قلنا احنا عايزين الدايره من جوه تبقى نفس السكيل بتاع الدايره اللي الناحيه التانية، فهروح للفيس سelection مود الت، وهبدا ان انا امسك الفيسز دي كده الت اي، وهقول له اكسترود فيسز along نورمالز، وهعمل اكسترود باي قيمه بالشكل ده. بعد كده ممكن اروح للسايد فيو، انا عارف ان انا عايز الفتحه بتاعي دي تكون نفس السكيل بتاع الفتحه اللي موجوده هنا، فهبدا ان انا اقول له اس شيفت اكس بي علشان افعل البيس بوينت سنابنج، وهقول له انا عايزك تعمل لي سكيل لغايه اما الفيرتكس دي توصل للفيرتكس دي بالشكل ده. انا متاكد ان الفتحه دي السكيل بتاعها بالظبط نفس الايه، الفتحه اللي الناحيه التانية هنا. طيب، دلوقتي انا عايز الجزء اللي بره خالص ده يفضل دائري زي ما هو، وجواه هبدا ان انا اعمل الشكل الثلاثي بتاعي. فانا ممكن ادوس كنترول ار هضيف لوب كات في النص، وكنترول ار تاني ممكن اضيف مثلا 3 لوب كاتس بالشكل ده. همسك الثلاثه اللي من جوه دول اكس ديزولف ايدجز، ودلوقتي انا عايز الفيسز دي هتفضل دائريه زي ما هي، والفيسز اللي جوه دي هي اللي هبدا ان انا اعمل منها التفاصيل بتاع الايه، الشكل الثلاثي بتاعي. اول حاجه انا عايز اروح للايدجات بتاعي، ممكن ادوس كنترول ار واضيف لوب كات في النص هنا. هدوس الت وامسك اللوب دي وهقول له الت ام سبليت فيسز باي ايدجز، علشان انا عايز الفيسز دي تكون منفصله عن بقيه الايه، الفيسز التانية. بعد كده هروح للايدج سيلكشن مود وهبدا ان انا امسك اللوب دي، تاكد ممكن تدوس جي وتتاكد ان انت ماسك اللوب مظبوطه. لو ما مسكتهاش من اول مره ممكن تبدا ان انت تتحرك كده بالشكل ده وتمسك من حته تانية، يعني هو على حسب الاتجاه والزاويه اللي انت بتكليك عليها هيبدا ان هو يمسك لك. انا الاوتو ميرج عندي فعال فوق، هبدا ان انا اقول له اس علشان يعمل لي سكيل، بي علشان افعل البيس بوينت سنابنج، وهقول له ودي لي الفيرتكس دي عند الفيرتكس دي. فبالشكل ده انا عندي طبعا هنا مسافه مفتوحه، ولكن هنبدا ان احنا نحل المشكله دي دلوقتي. هروح للفيس سelection مود وهبدا ان انا امسك الفيسز دي الت اي اكسترود فيسز along نورمالز، وهعمل اكسترود باي قيمه كده، اس شيفت اكس بي علشان افعل البيس بوينت سنابنج، وهقول له انا عايز الفيرتكس دي تسناب عند الفيرتكس دي بالشكل ده. طبعا لو دوست الت زد هتلاقي ان انت عندك الفيسز الموجوده عندك جوه دي ناتجه عن الاكسترود اللي عملناه. انا دلوقتي هقول له اكس ديليت فيسز، انا مش عايز الفيسز دي، فدلوقتي الموديل بتاعك بقى ايه، ما فيهوش مشاكل. ممكن عشان تتاكد تدوس A تمسك الموديل كله، تدوس M ميرج باي ديستانس، طبعا ما دام ريموفد زيرو فيرتسيز فهتلاقي الموديل عندك ما فيهوش مشاكل يعني. طيب، دلوقتي ايه بقى اللي انا عايز اعمله؟ انا عايز الفيسز اللي جوه دي يكون شكلها سداسي، وطبعا زي ما قلت لك الجزء الدائري اللي بره هيبقى في الفيسز اللي بره دي. لو انت رحت للايدج سيلكشن مود ودوست كنترول الت وبدات ان انت تمسك الايدجات اللي موجوده عندك جوه دي، هتلاقي ان انت ماسك 12 ايدج. الكلام ده معناه ان انا
لو مسكت ايدج وسبت ايدج، مسكت ايدج وسبت ايدج، وعملت ريزولف ايدجز، فالشكل ده هيتحول لشكل سداسي. وانا ماسك الايدجات دي كده هروح لقائمه سيلكت، هقول له تشيكر دي سيلكت، فهتلاقي ان هو مسك لك ايدج وساب لك ايدج وهكذا. وهي دي الايدج اللي انا عايز امسحها. انا عايز الجزء اللي فوق ده يبقى ستريت، لان هو ده اللي موجود في المايك في الواقع يعني. لو هو ما مسكلكش الاجزاء اللي انت عايزها بالظبط، ممكن تيجي هنا للاوفست تبدا ان انت تغيره، ولكن انا بالنسبه لي شغال بشكل مظبوط. اكس ديزولف ايدجز، طبعا هتلاقي التوبولوجي بدا يحصل فيه مشاكل، بس هنعالجها كلها دلوقتي. انا هدوس كنترول الت وامسك برضو الايدجات اللي تحت هنا دي من سيلكت تشيكر دي سيلكت اكس ديزولف ايدجز. عايز اعمل نفس الموضوع ده من هنا، كنترول الت وكليك سيلكت تشيكر دي سيلكت اكس ديزولف ايدجز. هتلاقي الشكل بتاعك دلوقتي بقى ايه؟ بقى سداسي زي ما انت شايف. بس طبعا انا عندي مشاكل في التوبولوجي. علشان نعالج مشاكل التوبولوجي دي احنا ببساطه هنروح للفيرتكس سيلكشن مود، همسك الفيرتكس دي، شيفت الفيرتكس اللي هنا، هقول له جي، فدلوقتي انا عالجت المشاكل اللي موجوده هنا. هبدا اكرر نفس الموضوع ده في بقيه الاجزاء بتاع الفتحه بتاعي. طبعا انا بدوس شيفت ار علشان يكرر لي اخر اوردر كنت عامله اللي هو جوين بحرف الجي. فدلوقتي انا ما عادش عندي ايه؟ اي مشاكل في التوبولوجي. لو انا فعلت السبديفيجن سيرفيس هتلاقي الشيدنج بتاعك كلين، وبدانا نوصل لايه؟ للنتيجه اللي احنا عايزينها. احنا عايزين الشكل من جوه يبقى دايره زي ما هو، بعد كده شكل سداسي، بعد كده الشكل ينتهي بايه؟ بالدايره من بره. بس طبعا احنا لسه محتاجين نضيف سبورت لوبس. طيب، اول حاجه انا عايز اعملها، انا هبدا ان انا اروح للفيس سيلكشن مود وهمسك الفيسز دي. انا محتاج السكيل بتاع المسمار بتاعي يكون اكبر من كده، فهبدا ان انا اقول له اس شيفت اكس، وهبدا ان انا ازود السكيل بتاعي يعني حاجه بالشكل ده. ولو عاوزنا نغيرها تاني هنبقى نغيرها. عايز بقى ابدا ان انا اضيف السبورت لوبس بتاعي. هروح للايدج سيلكشن مود، همسك اللوب دي واللوب دي. طبعا اللوب دي مش عايزها، فتعالى نعمل لها ديزولف الاول، بعد كده هرجع بقى امسك اللوب دي، شيفت الت همسك اللوب دي، شيفت الت همسك اللوب دي. وممكن ابدا ان انا امسك دي معاهم. هدوس كنترول بي علشان اعمل بيفل بالسكرول ويل، هبدا ان انا ازود لوب في النص. هدوس بي علشان اتحكم في الشيب، انا عايز الشيب بتاعي يكون واحد. ايه علشان ارجع اتحكم في الويتس تاني، وهقول له مثلا 0.85 يعني حاجه بالشكل ده. يعني تقريبا دي نفس القيمه اللي احنا كنا مستخدمينها في السبورت لوبس هنا. طبعا انا دلوقتي عندي مشاكل هنا اللي هي الاوفرلابنج دي. انت طبعا لو دوست سي وانت بتعمل بيفل او جيت هنا فعلت الكلامب هيعالج لك المشكله دي الى حد ما، ولكن زي ما انت شايف هو بيبدا ان هو يصغر لك الحجم بتاع البيفل، فانا مش عايز اصغره. فانا اللي هعمله ان انا همسك اللوب دي كده وابدا اقول له والله اعمل لي ليها سكيل، صغرها لي شويه حاجه بالشكل ده مثلا. طيب، بعد كده انا محتاج اضيف سبورت لوب في الاجزاء اللي موجوده عندي هنا دي. طبعا انت ممكن تدوس كنترول ار وتبدا ان انت تضيفها، بس زي ما انت شايف هو تقريبا الشكل مش منتظم. فيعني انا بفضل عشان احافظ على التوبولوجي او الايدج فلو بتاعي، ممكن ابدا ان انا امسك اللوب دي وهقول له كنترول بي، هقول له 0.85 مثلا، يعني مش تفرق القيمه اللي احنا هنعملها. طبعا انا دلوقتي عندي مشاكل، ممكن ابدا ان انا اقول له الت واللوب اللي بره دي هعمل لها ديزولف، الت وكليك اللوب دي هبدا ان انا اقول له اعمل لي ليها ايه؟ سكيل حاجه بالشكل ده مثلا، يعني ممكن تكون مناسبه. طبعا انا محتاج اضيف برضو سبورت لوب من بره هنا، فممكن امسك الايدج دي كنترول بي 0.85 الت زد، والايدج لوب اللي موجوده من جوه دي الت زد كده، وهقول له اكس ديزولف ايدجز. فانا هبقى شلتها، وفي نفس الوقت المسافه بتاع السبورت لوب بتاعي من هنا هتبقى نفس المسافات اللي موجوده على بقيه الموديل. لو بدات افعل السبديفيجن سيرفيس هتلاقي ان الموديل بتاعك بدا ياخد شكله مره تانية، ولكن طبعا احنا محتاجين الاجزاء دي تكون حاده اكتر من كده شويه يعني. وبرده المسافه دي كبيره قوي، محتاجين ان احنا نصغرها. طيب تعال نشيل التاثير بتاع السبديفيجن سيرفيس. المسافه دي انت ممكن تعالجها بكذا طريقه. يعني انت ممكن تبدا ان انت تروح للايدج سيلكشن مود وتبدا ان انت مثلا تمسك الايدجات دي بالشكل ده. يعني تعالى نجرب على الايدج دي. لو انا قلت له فعل لي السبديفيجن سيرفيس، لو رحت للايدج داتا المين كريس قلت له مثلا خليه لي 0.85، هتلاقي ان انت المشكله بتاعك بدات ان هي ايه؟ تتحل. ولكن يعني دي مش احسن حاجه، لان زي ما انت شايف انا عندي هنا الاضلاع دي تحس ان انت شايف البوليجونز، فانا مش عايز اشتغل بالمين كريس.
انا عايز اشتغل في الاجزاء دي بالسبورت لوبس لان هي هتديني نتيجه افضل يعني. طيب علشان نضيف السبورت لوبس بتاعنا انا هبدا ان انا امسك من اول الايدج دي لغايه الايدج دي، يعني انا سبت بس ايدج واحده كمان بره، وهبدا ان انا امسك نفس الايدجات دي في بقيه الموديل بتاعي بالشكل ده. طبعا انا بدوس شيفت كنترول كليك، شيفت كليك كنترول كليك بالشكل ده. انا ماسك ايه كل الاجزاء اللي انا محتاج اعمل لها بيفل. هبدا ان انا اقول له كنترول بي، وقيمه البيفل دي ممكن اخليها مثلا 0.7. تعالى كده نبدا ان احنا نفعل السبديفيجن سيرفيس. يعني انا عايز الاجزاء دي تبقى حاده اكتر شويه، اعتقد ممكن اخليها 0.75 مثلا، ممكن تكون يعني قيمه افضل. 0.7 0.75 او 0.8 حسب ما انت عايز. طبعا انا دلوقتي عندي مشاكل في التوبولوجي بالشكل اللي انت شايفه ده او في السموذنج بتاعي. علشان نعالج المشاكل دي تعالى نقفل تأثير السبديفيجن سيرفيس. واول حاجه انا عايز اعملها، انا عايز ابدا ان انا الحم الفيرتكس اللي موجوده هنا. يعني انا لو بدات امسك الفيرتكس دي جي هتلاقي الفيرتكس دي انا عندي هنا فيرتسيس كتير. اول حاجه انا عايز الحم الفيرتسيس دول في بعض. ممكن ابدا ان انا اروح للفيس سيلكشن مود وهبدا ان انا امسك الفيس دي كنترول بلس فهيمسك لي الفيسز دي، اس شيفت اكس وابدا ان انا ابعدهم كده شويه يعني مؤقتا حاجه بالشكل ده. بعد كده هروح للايدجات للفيرتسيس بتاعي وهبدا امسك الفيرتكس دي الاوتو ميرج عندي فعال جي جي وهقول له الحمل دي هنا، همسك دي جي جي وهقول له الحمها لي هنا. نفس الكلام هبدا ان انا اعمله في بقيه الاجزاء بتاعي جي جي، امسك دي جي جي. لو بدات ان انا افعل السبديفيجن سيرفيس دلوقتي هتلاقي المشاكل اللي عندك ايه يعني الى حد ما مش موجوده. زي ما انت شايف في مشكله بسيطه قوي. يعني علشان نبدا ان احنا نعالج المشاكل دي انا هبدا ان انا امسك اللوب دي كلها. طبعا انا دلوقتي لو مسكت اللوب دي مش هيمسكها لي بشكل منتظم لان انا دلوقتي بقى عندي هنا تراينجلز وهكذا. هبدا ان انا اعمل لها سكيل بس يعني اصغرها حاجه بالشكل ده. تعالى بقى نفعل السبديفيجن سيرفيس هتلاقي المشاكل اللي عندك اتحلت بشكل كامل. ممكن ابدا ان انا امسك اروح للفيس سيلكشن مود، همسك الفيسز دي كنترول بلس فانا هبقى ماسك كده. هفعل السبديفيجن سيرفيس وهبدا ان انا اقول له اس شيفت اكس وهبدا ان انا يعني اسكيل كده لغايه اما ايه الاقي المشكله دي بدات ان هي تظهر. يعني حاجه بالشكل ده ممكن تكون مناسبه. ممكن ادي سيلكت الفيسز اللي موجوده هنا دي وهبدا ان انا افعل السبديفيجن سيرفيس تاني وهبدا ان انا اقول له اس شيفت اكس وهبدا ان انا اصغر برضو لغايه اما ايه المشاكل اللي عندي دي تروح بشكل كامل. يعني حاجه بالشكل ده. انا طبعا ببص على الموديل عندي هنا وبحاول اشوف السكيل مظبوط ولا ايه. يعني ممكن نبدا ان احنا تعالى كده نمسك اللوبس دي ونعمل كنترول بلس لغايه اما نمسك كل الفيسز دي بالشكل ده. اعتقد ان انا ممكن اكبر المسمار ده اكتر من كده شوية. يعني ممكن ابدأ ان انا تعالى نبدأ ان احنا نمسك من هنا افضل كنترول بلس كنترول بلس كنترول بلس وهبدأ بقى ازود السلكشن ده بتاعي كده. يعني حاجة بالشكل ده. بعد كده هبدأ ان انا ادوس شيفت الت واكليك هنا، شيفت الت واكليك هنا بالشكل ده. وممكن ابدأ ان انا بقى ايه تعالى نفعل السبديفيجن سيرفيس. يعني اعتقد هو الى حد ما سكيله مظبوط بس حاسس ان هو محتاج يكبر يعني سنة بسيطة. ممكن اقول له اس شيفت اكس وابدأ ادوس وانا دايس شيفت ابدأ ان انا اكبر السكيل بتاع المسمار بتاعي. اعتقد ان هو حاجة زي كده ممكن تكون يعني مناسبة. ممكن ادي سيلكت الفيسز دي وتعالى كده نفعل السبديفيجن سيرفيس اس شيفت اكس وانا دايس شيفت هبدا اكبر لغايه اما الاقي المشكله دي بدات تظهر. يعني حاجه زي كده. زي ما انت شايف التفصيله بتاعتنا اتضافت وخلصنا اللي احنا عايزينه. السكيل بتاع الدايره دي زي ما هو زي السكيل اللي موجود عندي من ورا. بعد كده الشكل الثلاثي اللي هنحط فيه راس المسمار. بعد كده الايه الدايره البسيطه اللي موجوده عندي من بره دي. طبعا ممكن تبدا ان انت تضيف لوب كات هنا مثلا تدوس كنترول ار بحيث ان انت تخلي الدايره دي حاده اكتر شويه. يعني لو انت عايز اعتقد ان انا ممكن ما اضيفهاش. كنترول ار وابدا ان انا اضيف لوب كات هنا. يعني
نجرب كده لغايه اما نشوفها. هي عملت لي مشاكل فانا هشيلها. يعني انا هسيب الموديل زي ما هو كده. لو حبيت تخليها حاده ممكن بس ايه تضيف لوب كات في الجزء ده، كنترول ار، احنا عايزين نضيفها في الجزء ده بالشكل ده كده. جميل قوي. علشان بقى نحط راس المسمار انا هلغي تفعيل السبديفيجن سيرفيس وهبدا ان انا اروح للفيس سيلكشن مود. همسك الفيس ده كنترول بلس شيفت دي رايت كليك بي سيبريت سيلكشن. هخرج بره الايديت مود، هبدا ان انا امسك الموديل ده، ممكن اروح اخده في الايزوليشن مود كده. هدوس A وانا في الايديت مود، وهدوس F علشان اعمل فيل. هبدا بقى ان انا ممكن اشيل اللوبس دي اكس ديزولف ايدجز. طبعا انا محتاج امسك كل حاجه واقول له شيفت ان علشان يعدل لي او يعمل لي ريكالكوليت نورمالز. همسك الفيس ده، شيفت الفيس اللي موجود هنا، وهبدا ان انا اقول له كنترول بي بقيمه مثلا 0.75. انا عايزه برضو يبقى حد شويه. بعد كده همسك الفيس ده، شيفت الفيس ده اي، هبدا ان انا اعمل انست. طبعا عندنا اوفرلابنج هنا بس مش مهم لان انا هدوس ام وهقول له كولابس، يعني حاجه بالشكل ده. لو فعلت السبديفيجن سيرفيس هتلاقي ده شكل راس المسمار بتاعنا، وزي ما انت شايف هي اتضافت في مكانها مظبوط. تعال نفعل السبديفيجن سيرفيس على الموديل التاني عندنا. يعني اعتقد ان انا ممكن امسك الراس بتاع المسمار دي، اروح كده اخرج بره السبديفيجن سيرفيس، اروح للايديت مود، همسك الفيرتكس دي كنترول بلس كنترول بلس كنترول بلس علشان يمسك لي السبورت لوبس كمان معاها. طبعا انا عايز اقفل دلوقتي السبديفيجن هنا. همسك بقى الموديل ده. اعتقد يعني ان انا ممكن ابدا ان انا اقول له ايه كنترول شيفت تاب عشان يفتح لي القائمه بتاع السناب، او ممكن من فوق هنا انا عايز السناب يبقى اكتف اليمنت علشان الفيرتكس دي هي الاكتف عندي. ممكن ابدا ان انا اقول له جي اكس وسناب لي مثلا عند الفيرتكس دي، يعني بحيث ان هو يبقى طالع بره اكتر كده شويه. يعني حاجه زي كده ممكن تكون مناسبه. انا اعتقد ان هو مش على الحافه بالظبط. هخرج بره الايديت مود وتعالى نمسك الموديل ده نفعل عليه السب ديفيجن سيرفيس، وبالشكل ده التفصيله هتكون انتهت. لو رحت المات كاب عشان ابدا ان انا ابص، هتلاقي ان انت الشيدنج بتاعك بيرفكت، مفيش عندك فيه اي مشاكل يعني. مش عارف، انا حاسس ان انا مش عايز اللوب كات اللي موجود عندي في النص هنا. هنتاكد اكس ديزولف ايدجز، يعني اعتقد ان كده افضل، يعني حاجه زي كده ممكن تكون افضل. يعني شوف بقى انت شايف ان هي المفروض يبقى شكلها عامل ازاي، بس انا اعتقد ان كده ايه الدنيا عندي تمام. لو رحت للمات كاب بتاعي وبدات ان انا ابص، الشيدنج بتاعك بيرفكت، مفيش عندك اي مشاكل ومفيش عندنا اي حاجه. وبكده يبقى الموديل ده بشكل كامل خلص. وعايزين بقى نبدا نشوف التفاصيل اللي موجوده عندنا ورا هنا، اللي احنا بنمسك بيها المايك بتاعنا بالقاعده دي. تعال نبص على الريفرنس بورد بتاعنا عشان نشوف التفاصيل اللي ناقصه. انا زودت فيها الصورتين دول، صورتهم من المايك عندي. زي ما انت شايف هي دي التفصيله اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي، الشكل السداسي اللي جواه الراس الثلاثيه بتاع المسمار. وزي ما انت شايف برضو هو خارج في النهايه بشكل دائري، تقريبا هو ده اللي احنا عملناه بالظبط. ممكن تحس ان راس المسمار دي شكلها مختلف شويه، ولكن انا مش هلتزم بيها. اعتقد انك عندك ما يكفي من المعلومات عن ال 3 دي موديلنج لو انت متابع الورشة من الاول، بحيث ان انت ممكن تختبر نفسك في تفصيلة بسيطة زي دي. تعال نركز على القطعة دي بقى. القطعة دي هي اللي بتربط الحامل بتاع المايك بتاعي بالقطع اللي ماسكة المايك. لو بدأت ان انت تحللها فهي عبارة عن سلندر. السلندر دي السكيل بتاعها تقريبا نفس السكيل بتاع الجزء الدائري من الحامل هنا، معمول ليها اكسترود في الاتجاه ده، ومتصلة بقطعة تانية اللي هي القطعة دي. لو بصيت عليها من ورا طبعا القطعة دي واخدة نفس الكيرف بالظبط بتاع القطعة اللي فوق والقطعة اللي تحت. السلندر بتاعي متقسمة لثلاث أجزاء. الجزء ده لو انت مسكت الفيسز اللي هنا وعملت لها انست واكسترود من الناحيتين هتحصل على نفس التأثير. وطبعا عندي الجزء ده فيه الفتحة اللي المسمار بتاعي بيعدي منها ويتربط فيه الراس الثلاثية اللي موجودة الناحية التانية هنا. برضو في عندنا شوية تفاصيل عايزين ناخد بالنا منها، زي التفصيلة زي دي مثلا، والجزء ده طالع لفوق مش نفس السكيل بتاع المسافة بالظبط. طبعا نفس الكلام ده من تحت. وتفصيلة زي دي، كل دي تفاصيل محتاجين ان احنا نبدأ نضيفها يعني.
طيب انا هخلي الريفرنس ده على الشاشه التانية كده بحيث ابص عليه كل ما محتاج. وتعالى بقى نبص في بلندر هنا نشوف التفاصيل دي هنعملها ازاي. اول حاجه انا ممكن اخد القاعده او الحامل بتاع المايك بتاعي ده في الايزوليشن مود، وهقول له اخفي لي تاثير السبديفيجن سيرفيس. انا عايز سيركل او سيلندر يكون السكيل بتاعها نفس السكيل ده. في اوقات كتير ممكن تبدا ان انت من الايديت مود تمسك مثلا جزء من الموديل تعمل له دوبليكيت وسبليت، وتبدا ان انت تستخدم قطعه من الموديل في ان انت تعمل الموديل اللي بعده. ولكن هنا علشان احنا حاطين السبورت لوبس دي، فهتلاقي ان السيركل بتاعك دي من فوق مش هتكون شبه من تحت، ولو دوست كنترول بلس هتلاقي ان الاجزاء دي ماشي مظبوطه والاجزاء دي مش مظبوطه. فاحسن حاجه ان انا هبدا ان انا امسك الايدج لوب دي واقول له شيفت اس كرسر تو سيلكتد، هخرج بره الايديت مود شيفت اي وهقول له نزل لي مش سيركل، هقول له اعمل لي ليها روتيشن على الواي بمقدار 90 درجه، وهبدا ان انا اقلل الراديوس بتاعي يعني حاجه بالشكل ده كده. وطبعا الفيرتسيز هقول له عايزهم 12 علشان يكونوا نفس العدد بتاع الجزء الخارجي بتاعي ده. والمشكله اللي انا بقول لك عليها لو انا بدات ان انا اكبر الراديوس حاجه بالشكل ده، زي ما انت شايف البوليجونز هنا مختلفه، فالكلام ده معناها ان الجزء اللي تحت ده من السلندر هيكون مختلف عن الجزء اللي فوق. علشان كده انا ما عملتش او ما خدتش جزء من الموديل بدات ان انا اشتغل بيه. هقلل الراديوس بتاعي ده شويه، اي حاجه بالشكل ده. هروح للسايد فيو الت زد، انا عايز السكيل بتاع السيركل دي يبقى بالظبط نفس السكيل ده. هقول له اعمل لي سكيل بحرف الاس، شيفت اكس علشان ما يستخدمش او ما يعملش سكيل على الاكس اكسس، بي علشان افعل البيس بوينت سنابنج. وممكن ابدا ان انا اقول له سناب لي من الفيرتكس دي بالشكل ده لغايه الفيرتكس اللي موجود عندي بره هنا. فدلوقتي السيركل بتاعي بقت بالظبط بنفس الحجم. هروح للايديت مود وانا ماسك كل حاجه، هدوس اف علشان اعمل فيل، اي علشان اعمل انست، ام وهقول له كولابس. دلوقتي السكيل ده بقى بالظبط نفس السكيل اللي انا محتاجه. هدوس اي علشان اعمل اكسترود وسناب الناحيه الثانيه. ودلوقتي انا بقى عندي السلندر اللي هبدا ان انا استخدمها واعمل ليها اكسترود في الاتجاه المناسب. انا عايز الاوريجن بوينت بتاعي دي تكون في النص بالظبط، فهقول له رايت كليك سيت اوريجن تو جيومتري. فدلوقتي الاوريجن بوينت بتاعي بقت موجوده في النص بالظبط. هبدا ان انا اروح للايديت مود، همسك الفيس اللي فوق ده كنترول لحد الفيس اللي تحت هنا، وهقول له اعمل لي اكسترود. هدوس اي اكسترود على الواي، وبعد كده هسيبه في اي مسافه كده اس واي 0 علشان انا عايز الفيسز دي تكون ستريت. هبدا ان انا اخرج بره الايزوليشن مود، ودلوقتي انا عايز ابدا ان انا اشتغل على الجزء الثاني اللي انا محتاجه يكون موجود من هنا. بس الاول في حاجات محتاجين نظبطها. انا هخرج بره الايديت مود كده. الموديل ده انا عندي هنا الميرور موديفاير اللي هو بيعكس لي الموديل ده تحت. انا عايز الميرور ده يبقى قبل السبديفيجن سيرفيس، وهقفل تاثير السبديفيجن سيرفيس دلوقتي. طبعا لو انت فاكر انا عندي الاري موديفاير اللي بيكمل لي الموديل بتاعي، والميرور موديفاير اللي بينقل لي الجزء ده او التفاصيل دي الناحيه الثانيه هنا. انا الموديفايرز دي ما عدتش محتاجها، فهبدا ان انا اقول له كنترول اي ابلاي ميرور وابلاي للاري موديفاير. انا دلوقتي عايز ايه؟ انا عايز حافه الموديل ده من تحت تكون على حافه الايدج دي بالظبط. ليه؟ لان انا البوليجون اللي فوق ده هو اللي انا هبدا استخدمه بحيث ان هو يضيف لي التفصيله اللي موجوده هنا. هو ده البوليجون اللي انا محتاجه يكون موجود عندي. فبالتالي انا عايز الحافه دي من تحت تكون عند الايدج او الفيرتكس دي بالظبط. انا دلوقتي طبعا لو بدات اقول له جي زد فانا برفع الموديل ده بشكل منفصل. فطبعا انا لازم امسك الثلاثه اوبجكتس دول وابدا ان انا ارفعهم لفوق. بس الواير بتاعنا او الحبل ده لو بدات اقول له جي زد زي ما انت شايف المشكله دي بتحصل. وسبب المشكله دي ان احنا في الاري موديفاير هنا مستخدمين اوبجكت اللي هو الامتي، وما اقدرش اعمل ابلاي للموديفاير لان ده لسه كيرف، وانا يعني عايز اسيبه كيرف زي ما هو حاليا. فهبدا ان انا امسك الامتي بتاع الموديل بتاعي معاه، وهبدا اقول له جي زد هتلاقي المشكله دي اتحلت. همسك بقى الاثنين اوبجكتس دول، بعد كده هبدا ان انا اقول له جي زد بي، وهقول له انا عايزك تسناب لي اي فيرتكس من تحت هنا مع الفيرتكس دي بالشكل ده. فكده الموديل بتاعي بقت الحافه بتاعه عند الايدج او الفيرتكس اللي انا محتاجها. طبعا لو انا مسكت الموديل ده وفعلت الميرور موديفاير هتلاقي ان انا الموديل بتاعي من تحت مش على الحافه،
وعلشان اظبط المشكله دي انا همسك الامتي. الميرور ده طبعا انا مستخدم فيه ميرور اوبجكت اللي هي الامتي 002 دي. لو انا مسكت الامتي دي هتلاقي هي دي الامتي اللي انا محتاجها. لو قلت له جي زد وعملت لها سناب على الفيرتكس اللي في نص السلندر اللي انا شغال بيها على الموديل بتاعي، هتلاقي دلوقتي ان الحافه بتاع الموديل بقت على الحافه بتاعك من تحت. جميل قوي. دلوقتي بقى انا محتاج اعمل ايه؟ انا الموديل ده محتاج اخد منه اجزاء هعيد استخدامها علشان احصل على موديل يكون واخد نفس الكيرف بتاعي. فاول حاجه هعملها ان انا هقول له شيفت دي رايت كليك علشان الدوبليكيت ده يفضل في مكانه، وهروح للايزوليشن مود بالشكل ده. الميرور موديفاير ده هدوس كنترول اي وهقول له اعمل لي ليه ابلاي، ومش عايز السبديفيجن سيرفيس. هبدا ان انا اروح للايديت مود وهروح للفيس سيلكشن مود. انا لو بصيت في التفاصيل عندك هنا تقريبا هو من اول الدايره بتاعه الواير اللي الواير بيعدي منها التفصيله بتاعي دي بدات ان هي تبقى موجوده. فهو ده اللي انا عايز اعمله. انا عايز وانا في الفيس سيلكشن مود هقول له مثلا امسك لي من اول الفيس ده كده. ممكن اعلمه بان انا عندي الايدج الستريت دي هنا وسايب بعدها بوليجون مش ماسكه. فهبدا ان انا ادي الايدج الستريت بتاعي، هسيب بعدها بوليجون كنترول، وهبدا ان انا امسك الفيسز دي. نفس الكلام هعمله من فوق، همسك الفيسز المقابله ليها اللي هو من اول الفيس ده كنترول لغايه الفيس ده. عايز امسك نفس الفيسز دي من فوق، فبرضو الايدج الستريت اهي هفوت بعديها بوليجون شيفت وهكليك هنا. نفس الكلام عايز اعمله لغايه الناحيه الثانيه، فهدوس كنترول لغايه هنا شيفت كليك كنترول كليك. فانا دلوقتي ماسك البوليجونز اللي انا محتاجها. خد بالك ما دام العدد اللي عندك هنا زوجي معناها ان انت ماسك الناحيه دي قد الناحيه دي والناحيه دي قد الناحيه دي وهكذا. هقول له كنترول اي علشان يعمل لي انفيرس للسلكشن بتاعي، وتاكد ان انت في الفيس سلكشن مود. اكس وهقول له ديليت فيسز. هروح للايدج سلكشن مود، همسك الايدج لوب دي والايدج لوب دي كنترول اي بريدج ايدج لوبس. هبدا اعمل نفس الكلام ده من تحت كنترول اي بريدج ايدج لوبس. لو دوست A دلوقتي علشان امسك الموديل بتاعي كله كنترول اي بريدج ايدج لوبس، فهيبدا ان هو يبني لك ما بينهم. طبعا انا مش محتاج الايدج اللي هنا دي ولا محتاج الايدجات اللي هنا دي دلوقتي. هقول له اكس وهقول له ديزولف ايدجز. هبدا ان انا امسك اللوبس اللي فوق دي كلها كنترول اف جريد فيل، فهتلاقي ان هو ملهولك بالشكل ده. همسك اللوبس اللي تحت كنترول اف جريد فيل، نفس الكلام هيكون ملهولي بالشكل ده كده. طيب انا دلوقتي محتاج اني اوصل الموديل ده بالموديل ده، فانا في كذا حاجه محتاج اعملها. طبعا انا محتاج السكيل بتاع الموديل ده يقل شويه، وانا ممكن ابدا ان انا امسكه مع الريفرنس بتاع الباك فيو. تعالى ناخدهم في الايزوليشن مود، وابدا ان انا من الايديت مود امسك كل حاجه واقول له اعمل لي سكيل على الاكس لغايه اما احاذي الريفرنس بتاعي. يعني حاجه زي كده ممكن اقول له مثلا 0.72 تكون حاجه مناسبه. بس احنا كده كده هنغير في الثيكنس ده، يعني مش هنلتزم بنسبه 100% مع على الريفرنس بتاعنا يعني. طيب انا هخرج بره الايزوليشن مود كده، وعايز امسك الموديل ده مع الموديل ده، لان انا دول اللي هبدا ان انا محتاج ان انا اوصلهم ببعض. اول حاجه انا لو رحت للايديت مود في الموديل ده كده وبدات امسك الفيرتسيز اللي هنا، لو بدات اقول له جي واي حركهم لي بالشكل ده، فانا عندي مشكله ان انت هتلاقي اللوب او الايدج اللي موجوده هنا دي متصله او واصله لغايه نص الايدج اللي عندي هنا. فانا محتاج اعمل ايه؟ انا محتاج اضيف مجموعه ايدجات في الموديل بتاعي، بحيث ان انا الفيرتكس دي تبقى قدامها فيرتكس تانية في نص الموديل هنا. فانا هخرج بره الايديت مود بالشكل ده وهمسك الموديل ده، هروح للايديت مود تاني، هروح للايدج سيلكشن مود كنترول ار، وهبدا ان انا اقول له ممكن اروح للتوب فيو كده عشان ابقى متاكد ان انا بحط في الاماكن مظبوطه. هقول له كنترول ار وضيف لي لوب كات هنا. طبعا انا دلوقتي عندي مشكله ان الفيس ده ستريت، انا عايز اللوب دي تحافظ على الكيرف. وانا في الايدج سيلكشن مود هدوس رايت كليك. انا بستخدم ادون اسمه سيت فلو، هحط لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن. هو كل اللي هو بيعمله لي ان انا لو ماسك اللوب دي كده رايت كليك وسيت فلو، هتلاقي ان هو بيخلي لك الايدج دي تحافظ على الكيرف. فلو دوست كنترول زد كنترول شيفت زد، واضح طبعا ان هي بتحافظ لي على الكيرف بتاعي. انت ممكن تعمل حاجه زي كده باللوب تولز، ولكن الادون اللي هو السيت فلو ده بيخلي الموضوع اسهل يعني. نفس الكلام هبدا ان انا اضيف لوب كات هنا، رايت كليك وبعد كده رايت كليك هقول له سيت فلو كنترول ار ضيف لي لوب هنا، رايت كليك سيت فلو كنترول ار ضيف لي لوب هنا، رايت كليك وسيت فلو.
فكده انا ضفت الايدجات اللي انا محتاجها، وفي نفس الوقت انا محافظ على ايه؟ محافظ على الكيرف بتاعي. طيب انا محتاج بقى اعمل ايه دلوقتي؟ انا محتاج اخرج بره الايديت مود، والموديل ده هروح للايديت مود، هروح للفيرتكس سيلكشن، هدوس الت زد، همسك كل الفيرتسيز اللي موجودين عندي هنا، وهبدا ان انا اقول له جي اكس اسنابها لي عند الفيرتكس دي بالظبط. همسك الفيرتسيز اللي موجودين الناحيه الثانيه، هبدا اقول له جي اكس واسنابها لي هنا بالظبط. دلوقتي انا متاكد ان الفيرتسيز اللي هنا قدامهم فيرتسيز الناحيه الثانيه، ودول قدامهم برضو فيرتسيز الناحيه الثانيه، والموضوع بالنسبه لي كده هيكون مناسب. طيب طبعا علشان اربط الموديل ده بالموديل ده، فانا محتاج مجموعه من اللوب كاتس تكون تساوي اللوب كاتس اللي هنا. فلو بدات اقول له كنترول ار، لو ضفت 5 لوب كات، هي دي ال5 لوب كاتس اللي موجودين عندي هنا. فانا دلوقتي اللوب كاتس اللي موجوده هنا هيها بالظبط اللوب كاتس اللي موجوده عندي هنا في الاجزاء اللي انا محتاجها. طيب جميل قوي. انا دلوقتي عايز اعمل ايه بقى؟ قبل ما ابدا ان انا اوصل الموديل ده بالموديل ده، انا هنا محتاج اظبط التفصيله دي. التفصيله دي عباره عن ان السلندر بتاعي من الاجزاء دي مكمله لتحت هنا، والجزء ده مفتوح زي ما انت شايف كده. تعال نشوف التفصيله دي هنبدا ان احنا نعملها ازاي. اول حاجه انا هروح للفيس سيلكشن مود، وهبدا ان انا اقول له الفيسز دي بالشكل ده انا مش عايزهم، فهبدا ان انا اقول له ممكن طبعا برضو امسك الفيسز دي معاهم، كل الفيسز دي هقول له اكس وهقول له ديليت فيسز. التفصيله دي موجوده عندي من فوق ومن تحت، فبالتالي انا هروح للسايد فيو، هروح للفيرتكس سيلكشن مود، وهبدا امسك نص الموديل كده واقول له اكس ديليت فيسز، وهحط ميرور موديفاير بحيث ان هو يعكس لي التفاصيل. هفعل البايسكت، هقول له فليب، وهفعل الكليبنج، وطبعا الميرج عندي فعال باي ديفولت. طيب انا محتاج اعمل ايه؟ انا محتاج السلندر دي تكمل لغايه الفيرتكس اللي موجود عندي هنا. فعلشان اعمل كده انا هروح ل الايدجات بتاعي، همسك الايدجات دي وهبدا ان انا اقول له اي بي علشان افعل البيس بوينت سنابنج، وهقول له سناب لي الفيرتكس دي للفيرتكس دي. طبعا الاوتو ميرج عندي فعال، فهو بيلحم لي الفيرتسيز دول اوتوماتيك. هقول له اي بي علشان افعل البيز بوينت سنابنج، وهسناب من الفيرتكس دي للفيرتكس دي بالشكل ده كده. طيب انا دلوقتي محتاج اعمل ايه؟ انا برضو التفصيله اللي عندي هنا لو انا بدات ان انا ابص عليها، انا عندي الاجزاء دي محتاج ان هي تبقى موجوده، اللي هو لو نقدر نقول ان الجوانب بتاع الفتحه بتاعي. فعلشان برضو ابدا ان انا اعمل الجوانب دي، انا ممكن ابدا ان انا اقول له روح للفيس سيلكشن مود، وهبدا ان انا امسك التو فيسز اللي موجودين فوق هنا دول، وبعد كده هقول له اي واي، هعمل لهم اكسترود على الواي اس واي 0، وهبدا ان انا اقول له جي واي وسنابهم لي هنا بالشكل ده. طبعا الاكسترود هيضيف لي بوليجون تحت هنا، فهبدا ان انا اقول له امسك لي البوليجون ده وامسحه لي، انا مش عايزه. عايز ابدا اعمل نفس الكلام ده في الفيسز اللي الناحيه الثانيه، همسك الاثنين فيسز دول اي واي اس واي 0، بعد كده هبدا ان انا اقول له جي واي وسناب ده هنا. برضو هنزل من تحت هنا كده اقول له امسك لي الفيس ده اكس ديليت فيسز. طبعا الجزء اللي من تحت هنا ممكن ابدا ان انا من الايدج سيلكشن مود، لو قلت له كنترول اف وجريد فيل هتلاقي ان هو ملهولك بشكل مناسب. طيب انا دلوقتي عايز اعمل الجدار بتاعي او الجزء الثاني اللي هيقفل لي التفصيله دي من هنا. ممكن ادوس الت زد كده واروح للفيرتسيز وامسك الفيرتسيز دي واقول له جي واي رجعهم لي كده لورا شويه، يعني حاجه بالشكل ده ممكن تكون مناسبه. هبدا ان انا اقول له اي اعمل لي اكسترود، وهعمل الاكسترود ده يعني باي قيمه كده، ممكن نبقى نغيره بعدين. طبعا الاكسترود ده هتلاقيه ضاف لك تحت هنا فيسز، يعني لو انا لغيت تاثير الميرور موديفاير هو المفروض يضيف فيسز، يعني ما اعرفش هو ما ضافهمش ليه. تعالى كده نعمل كنترول زد، لو انا ماسك الفيسز دي وقلت له ايه اعمل لي اكسترود، هو في الطبيعي بيضيفهم. فيعني لو لقيته ضافهم عندك ابدا ان انت امسكهم وقول له انا عايزك تعمل لي ديليت للفيسز دي. طيب هبدا ان انا امسك الفيسز اللي موجوده هنا، وانا عايز اعمل ايه بقى؟ انا عايز اعمل لهم اكسترود لفوق. فهبدا ان انا اقول له الت اي اكسترود مانيفولد، علشان احنا المفروض عرفنا بقى ان الاكسترود مانيفولد بيعمل لك ديليت للبوليجونز اللي انت بتعمل عليها اكسترود. وهسناب لغايه هنا الت اي اكسترود مانيفولد، وهسناب لغايه هنا. فبالشكل ده انا تقريبا بدات احصل على الشكل اللي انا محتاجه.
يعني حاجه بالشكل ده. طبعا انا هنا عندي مشكله ان انا محتاج اروح للادجات بتاعي، للفيرتيز بتوعي، وهبدا ان انا اعمل جوين ما بين دول. نفس الكلام هبدا ان انا اقول له هنا اعمل لي جوين ما بين دول. لو فعلت انا اتاكد ان مفيش فيسز عندي محتاج امسحها. لو فعلت الميرور موديفاير هتلاقي ان التفصيله دي يعني انت تعتبر كده خلصتها. ممكن ادوس بقى الت زد وابدا ان انا امسك الفيرتيسز بتوعي دول، وهبدا ان انا اقول له جي واي. يعني ممكن اعمل حاجه كده، ممكن ازود السمك شويه، اعتقد ان هو مناسب يعني، مش محتاج ان انا ازوده، مش محتاج ان انا ازود السمك بتاعي. طيب انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز بقى ابدا ان انا اوصل الموديل ده في الموديل ده. علشان اعمل كده انا محتاج برضو، انا دلوقتي عندي نفس عدد اللوب كاتس اللي موجودين هنا، فانا محتاج نفس عدد اللوب كاتس اللي موجودين هنا في الاجزاء دي في نفس المكان هنا. وانا ماسك الموديل ده هقول له كنترول ار واضيف لوب كات في النص هنا. طبعا هتلاقيها قدامها بالظبط كنترول ار، وهضيف لوب كات فوق واسناب للبوينت دي. نفس الكلام كنترول ار وهسناب للبوينت دي بالشكل ده كده. طيب انا هبدا بقى ان انا اعمل ايه؟ ممكن ادوس الت زد واخرج من الموديل ده، وتعالى نمسك الموديل ده. انا عايز اقول له جي واي رجعها لي على الواي كده. وممكن ابدا ان انا اقول له اعمل لي ابلاي للميرور ده، يعني انا خلاص ما عدتش محتاجه. انا دلوقتي بقى محتاج ان انا الاثنين موديل دول همسك ده شيفت وامسك ده وهقول له كنترول جي بحيث ان هما يبقوا موديل واحد. وهروح للايديت مود من الفيس سيلكشن مود، همسك الفيسز بقى اللي انا محتاجها اللي هم مجموعه الفيسز دي بالشكل ده. طبعا انا سايب البوليجون اللي فوق اللي هو هيبقى زياده، وسايب البوليجون اللي تحت. فهبدا ان انا امسك البوليجونز بتاعي دي بالشكل ده كده، يعني همسك كل المنطقه دي. وعايز امسك البوليجونز اللي زيها قدام، ممكن ادوس الت زد وابدا ان انا اقول له امسك لي المجموعه دي كده. فانا كده ماسك البوليجونز اللي قدامها بالظبط. كنترول اي وهقول له بريدج ايدج لوبس، فهتلاقي ان هو لحمهم لك في بعض بالشكل ده. ولو دوست الت زد هتلاقي ان انت مفيش عندك انتيريور فيسز ومفيش عندك مشاكل يعني. طيب جميل قوي. انا دلوقتي بقى محتاج اعمل ايه؟ انا عايز الجزء ده يبقى بالظبط لازق هنا، او انا مش عايزه يبقى لازق هنا بالظبط. انا ممكن ادوس الت زد كده وهبدا ان انا امسك الفيرتيسز بتاعي دي وهقول له جي واي، وهبدا ان انا يعني اعمل حاجه بالشكل ده مثلا، حاجه كده يعني مؤقتا. مش عايز الحم الحاجات دي في الموديل بتاعي. او تعالى نلحمها. انا محتاج اعمل ايه؟ انا هبدا ان انا اقول له جي واي بي علشان افعل بيس بوينت سنابنج، وهقول له سناب لي دي هنا بالشكل ده كده. بعد كده انا محتاج امسك الفيرتيس دول من اول هنا لغايه هنا، وهبدا اقول له جي جي واسنابهم هنا في الجزء ده كده. طبعا عندي مشاكل بتحصل هنا بس هنعالجها دلوقتي. نفس الكلام عايز ابدا اعمله من الناحيه التانية، همسك دول وهبدا اقول له جي جي والحمهم هنا بالشكل ده. طبعا هنا همسك دي وهبدا برضه اقول له جي جي الحمها لي هنا، همسك دي جي جي الحمها لي هنا. نفس الكلام هبدا اعمله في الموديل بتاعي. طبعا دلوقتي عشان اعالج المشاكل الموجوده هنا دي انا هروح للفيس سيلكشن مود. خد بالك انا عندي نفس المشاكل دي من تحت. تعالى نمسح نص الموديل علشان نسهل علينا الشغل. هبدا ان انا امسح نص الموديل كده، هقول له ديليت فيسز، وهبدا ان انا احط الميرور موديفاير بتاعي تاني بايسكت فليب كليبنج، والميرج عندي متفعل. هبدا بقى اروح للايديت مود وهبدا اقول له كل الفيسز دي انا مش عايزها، امسح لي كل الفيسز دي بالشكل ده كده اكس، وهبدا اقول له ديليت فيسز. وبعد كده هبدا ان انا اروح للفيرسيز بتاعي، همسك من اول هنا كنترول لحد هنا اي زد علشان احركهم على الزد لغايه هنا بالشكل ده. النورمالز بتاعي ما فيهاش مشاكل. هبدا ان انا امسك دول معاهم. بعد كده كنترول اي بريدج ايدج لوبس، همسك الاجزاء اللي هنا دي وهقول له اف علشان يعمل لي فيل. همسك الاجزاء اللي هنا واقول له اف علشان يعمل لي فيل. بالشكل ده انا تقريبا بقى عندي الايه، شكل التفصيله بتاعي بشكل مظبوط. بس طبعا لسه في شويه حاجات ناقصانا ان احنا نعملها. تعالى كده نخرج بره الايزوليشن مود، فهتلاقي ان الدنيا عندك لطيفه. ممكن كل اللي انت تحتاج تعمله ان انت تمسك الفيرتسيز دي وتبدا ان انت تقول له جي واي مثلا تقربهم بحيث ان هم يبقوا في مكانهم مظبوط، يعني حاجه زي كده. بس انا مش هعمل كده دلوقتي، انا عايز الموديل بتاعي يكون كل حاجه فيه ستريت، وفي الاخر ممكن نبقى نظبط التفصيله دي.
لو بصيت على الموديل من هنا كده هتلاقي بس فيه مشكلة بسيطة، احنا محتاجين نمسك الاتنين فيرتكس دول، وهدوس جي علشان اعمل جوين فاتخلص من الانجونز اللي موجودة عندي هنا. دلوقتي عايزين نكمل بقية التفاصيل بتاعنا، بس اول حاجة طبعا انا عايز اعمل ابلاي بقى للميرور موديفاير ده، وهبدأ اروح للباك فيو كده للإيديت مود الت زد، وهبدأ ان انا امسك نص الموديل من هنا وهقول له اعمل لي ديليت للفيسز دي، وهبدأ ان انا احط ميرور موديفاير تاني. المرة دي انا عايزه يكون على الزد بايسكت، وهقول له فليب، وهفعل الكليبنج، والميرج عندي فعال، علشان التفاصيل اللي احنا هنشتغل عليها دلوقتي كلها موجودة الناحية دي، وكده بكل سهولة هتتعكس الناحية التانية. طيب اول حاجة عايز اعملها، لو احنا بصينا على الريفرنس بتاعنا، القطعة اللي موجودة عندي جوه هنا دي الاجزاء دي مايلة، القطعة دي مش ستريت، الاجزاء دي مش واقفة كده. فدي اول حاجة عايزين نعملها، وهنبدأ ان احنا نظبطها بالنظر كده. هبدأ ان انا اخد الموديل بتاعي في الايزوليشن مود، واول حاجة هعملها ان انا هدوس كنترول ار وهضيف لوب كات هنا بالشكل ده. طبعا انا دلوقتي لو رحت ايدج سيلكشن مود وقلت له رايت كليك اعمل لي سيت فلو، هتلاقيه مش شغال بشكل مظبوط، والسبب في كده ان انا الايدج لوب اللي موجوده عندي هنا، الايدج لوب اللي جنبها من الناحيه دي على حافه الموديل. فممكن مؤقتا ابدا ان انا امسك الفيسز دي واقول له اعمل لي ليها اكسترود، يعني اي حاجه بالشكل ده. هروح للايدج سيلكشن مود وهمسك اللوب دي دلوقتي رايت كليك سيت فلو، فهتلاقيه اشتغل معاك مظبوط. ممكن ارجع تاني للفيسز، امسك الفيسز دي، الاوتو ميرج عندي فعال فوق جي جي، وهبدا ان انا ارجعهم ورا كده. فانا دلوقتي الايدج فلو او الكيرف بتاعي هنا بقى ما فيهوش مشاكل. طيب بعد كده هروح للفيرتكس سيلكشن مود، وهبدا ان انا امسك الفيرتكس دي، شيفت دي، شيفت دي، شيفت دي، وهقول له جي اعمل لي ليهم جوين، فبقى عندي الايدج المايله اللي هنا دي. بعد كده وانا ماسكها هقول له الت ام سبليت فيسز باي ايدجز، بعد كده الت اي وهدوس ال على الفيرتكس اللي هنا دي، وهقول له اعمل لي ديليت للفيسز دي انا مش محتاجها. برضو اللوب اللي موجود عندي هنا مش محتاجها، فهقول له اكس ديزولف ايدجز. دلوقتي بكل سهوله ممكن ابدا ان انا امسك الايدج اللي موجوده فوق وادوس اف لغايه اما اعمل فل للاجزاء دي. انا عندي دلوقتي مشكله هنا بسيطه، هي ان الفيسز دي مش ستريت، يعني مش موجوده على مش سطح مستوي يعني. فبكل بساطه انا وانا ماسكهم كده هروح للايدج سيلكشن مود، هعمل دي سيلكت الايدج دي وارجع امسكها تاني بحيث ان هي تكون الاكتيف اليمنت. هطلع هنا فوق وهقول له الترانسفورم بيفوت بوينت خليه اكتيف اليمنت، والترانسفورم اورينتيشن خليه نورمال. هقول له اعمل لي اس زد 0، فدلوقتي الفيسز دي بقت ستريت او بقت سطح مستوي. وزي ما انت شايف انا ممكن ابدا دلوقتي ان انا احط subdivision surface modifier بحيث ان انا ابقى شايف النتائج بتاعي. اعتقد ان انا الدنيا عندي كلين، وفي نفس الوقت الكيرف بتاعي او الجزء المايل اللي موجود هنا حصلت عليه بكل سهولة يعني. طيب عايزين بقى نبدأ نشتغل على التفصيلة اللي موجودة عندنا هنا دي. فهخرج بره الايزوليشن مود، وهبدأ ان انا اول حاجة هروح للإيديت مود، هروح للفيرتكس سيلكشن مود، همسك الفيرتكس دي كنترول بلس، وبالنظر كده وانا باصص على الريفرنس في الشاشة التانية هبدأ ان انا اقول له اي علشان يعمل لي انست. ممكن الانست ده تبقى القيمة بتاعه مثلا 3.25، يعني حاجة زي كده ممكن تكون قيمة مناسبة. بعد كده هدوس اي اعمل لي اكسترود، وهسناب عند الفيرتكس اللي موجودة من بره هنا. فانا دلوقتي التفصيلة دي بقت موجودة عندي او حصلت عليها. هخرج بره او هخش الايزوليشن مود، وعايزين نبدأ بقى نشتغل على الجزء اللي موجود عندنا تحت هنا ده. طبعا انت لو جيت تبص عليه كده، انا عندي الجزء ده او التفصيلة دي موجودة من تحت مش موجودة من فوق، وعندي الكيرف ده برضو عايزين ان احنا نبدأ نعمله. طيب اول حاجه وانا ماسك الفيسز دي كده هبدا ان انا اقول له الت اي اكسترود مانيفولد علشان يبدا يمسح لي الفيسز اللي انا بعمل عليها اكسترود، وهسناب عند الفيرتكس اللي بره هنا. لو دوست الت زد هتلاقي ان انت الفيسز اللي هنا اتمسحت، فما عندكش مشاكل. بس هحتاج ان انا اروح للفيرتكس سيلكشن مود وهمسك الفيرتكس دي شيفت دي، وهقول له اعمل لي ليهم جوين علشان اعالج المشكله اللي موجوده عندي هنا دي. دلوقتي انا عندي مشكله تانية، ان انا الفيرتكس دي مش قدام الفيرتكس دي، وانا محتاج الفيرتيس دول يكونوا قدام بعض. علشان اعالج المشكله دي انا هبدا ان انا ادوس كنترول ار وهضيف لوب كات عندي هنا حاجه بالشكل ده كده. هروح للايدج سيلكشن مود رايت كليك وهبدا ان انا اقول له سيت فلو. فانا دلوقتي ضفت لوب هنا وبدات ان انا حافظت على شكل الايه الكيرف بتاعي.
بعد كده انا عايز اضيف لوب كات هنا، كنترول ار، هضيف اللوب كات دي وهبدا ان انا اسنابها عند الفيرتكس اللي موجوده هنا بالشكل ده. دلوقتي انا بقى عايز ابدا ان انا اعمل ايه؟ انا هبدا ان انا امسك الايدج دي من اول هنا لغايه هنا كده، وهبدا ان انا اقول له من التوب فيو، هبدا اقول له جي جي، وهحاول ان انا اخليها، او ممكن ابدا ان انا اسنابها هنا بالشكل ده كده مثلا، يعني حاجه زي كده ممكن تكون مناسبه. بعد كده همسك الايدج دي، شيفت الايدج دي، وهطلع فوق هنا ارجع الترانسفورم بيفوت بوينت ميديان بوينت، والاورينتيشن هخليه جلوبال تاني. هبدا ان انا اقول له جي واي وهسناب دي هنا، همسك دي لوحدها جي واي وهبدا ان انا اسنابها هنا. بس واضح ان هما يعني مكانهم مش على بعض بالظبط، فممكن ابدا بقى ان انا امسك اللوب دي تاني كده، رايت كليك وهبدا اقول له سيت فلو، وهبدا ان انا امسك اللوب دي مره تانية. بعد كده هبدا ان انا اقول له جي جي، وهقربها لغايه اما تبقى عندها يعني حاجه كده مثلا ممكن تكون مناسبه. لو رحت الفيرتكس سيلكشن مود ومسكت الاتنين فيرتيس دول، هتلاقي كل حاجه بقت ملحومه عندي تمام. طيب انا دلوقتي محتاج كيرف يكون موجود عندي هنا. علشان اعمل الكيرف ده انا محتاج اضيف لوب كات، فانا هبدا ان انا ادوس كنترول ار وهضيف لوب كات موجوده هنا، وهنزلها تحت كده. ممكن اقول له مثلا خلي لي القيمه بتاعها سالب 0.7، حاجه بالشكل ده ممكن تكون مناسبه. واللوب كات دي انا هستخدمها في التفصيله، وفي نفس الوقت هي هتبقى زي سبورت لوب لما اجي افعل السبديفيجن سيرفيس. فانا عايز اضيف نفس اللوب دي من فوق، فهدوس كنترول ار وهبدا ان انا اقول له سالب 0.7 برضو. فدلوقتي المسافه من فوق زي المسافه من تحت. طيب طبعا انا دلوقتي عندي مشاكل هنا، انا لغايه اما نحل المشاكل دي انا هبدا ان انا امسك اللوبس اللي موجوده هنا واللوبس اللي موجوده هنا، الايدجات دي اكس، وهقول له اعمل لي ديزولف ايدجز، انا مش محتاجهم دلوقتي. هاجي بقى هنا اروح للفيس سيلكشن مود، هبدا ان انا امسك الفيسز دي كلها وهقول له اكس اعمل لي ديليت فيسز. هروح للايدج سيلكشن مود، همسك الايدجات دي بالشكل ده، كنترول اي بريدج ايدج لوبس. همسك اللوب اللي موجوده هنا هدوس اف علشان اعمل فيل، اللوب اللي موجوده هنا هدوس اف علشان اعمل فيل. لو فعلت السبديفيجن سيرفيس هتلاقي ان انت الكيرف بتاعك اللي موجود هنا بدات ان انت تحصل عليه، بس طبعا لسه محتاجين نعمل السبورت لوبس بتاعنا. اعتقد ان احنا كده كل التفاصيل اللي احنا محتاجين نضيفها في الموديل ده يعني تعتبر خلصت، وفاضل ان احنا نضيف السبورت لوبس بتاعنا. انا مش عارف ليه انا عملت ابجريد لبلندر 4.4 لان هو نزل في وسط ما انا شغال في الورشه، وكل ما باجي اضيف السبورت لوبس بلاقي البرنامج بيكراش مني. فانا هبدا ان انا اعمل سيف للفايل ده، سيف انكريمنتال يعني حاجه بالشكل ده، وهقفل الفيديو واسجل من اول وجديد علشان البروجرس اللي احنا عملناه ده ما يضيعش، وارجع اسجله من الاول يعني. طيب انا رجعت اشتغل ببلندر 4.3 تاني، لان 4.4 فضل يعمل معايا كراش برضو، والعلامه اللي تحت دي هو بيحذرني، يعني بيقول لي خد بالك ان انت كنت عامل سيف للبروجكت ده بفيرجن احدث، فانت ممكن يكون عندك مشاكل، ولكن احنا ان شاء الله مفيش عندنا مشاكل يعني. السبورت لوبس اضافتها في الموديل ده هتكون تريكي ورخمه شويه، لان احنا عندنا تفاصيل كتير كلها قريبه من بعض، عندنا اشكال دائريه وعندنا كيرفات، وكل الكلام ده احنا محتاجين نحافظ على الشيدنج والايدج فلو بتاعه. لو انا بدات ان انا اقول له كنترول ار حط لي ايدج لوب بالشكل ده، بحيث ان هي تبقى سبورت لوب مثلا في الجزء اللي فوق ده، هتلاقي ان اللوب بتاعك ماشيه كده، ودي مشكله، لان انا عايز اللوب بتاعي وهي ماشيه تبقى على طول حدود الموديل بتاعي من بره بالشكل ده، فانا مش هينفع اضيف السبورت لوب كده. نفس الكلام من جوه، لو انا بدات ان انا اقول له كنترول ار وحط لي سبورت لوب مثلا في الاجزاء دي، هتلاقي عندك المشكله دي ظاهره، ان هو عندك بعض اللوبس بعيده عن الموديل، بعض اللوبس قريبه قوي، فده هيعمل لنا مشاكل، ودي مش احسن طريقه تبدا ان انت تحط بيها السبورت لوبس بتاعك في موديل زي ده. فانا عايزك تركز معايا كده وتشوف احنا هنعمل ايه. اول حاجه انا همسك الفيس ده شيفت جي وهقول له كو بلانر، فهيمسك لي كل الفيسز اللي على مستوى واحد، وهبدا ان انا اقول له اي علشان يعمل لي انست، وهقول له خليه لي مثلا بقيمه 0.4 حاجه بالشكل ده. فاللوب بتاعك بقت، لو انت جيت تبص على السبورت لوب هتلاقي السبورت لوب ماشي على الموديل بتاعك بشكل كامل زي ما انا محتاج بالظبط. ممكن انزل هنا الايدج دي والايدج دي اكس واعمل لهم ديزولف، انا مش محتاجهم دلوقتي. طيب دلوقتي ممكن ابدا اعمل ايه؟ ممكن اروح للفيرتكس سيلكشن مود، وهاجي من هنا انا كده كده محتاج سبورت لوب هنا، فممكن امسك الفيرتكس دي، شيفت الفيرتكس دي وادوس جي علشان يعمل لي جوين،
فهبدا بعد كده ان انا امسك الفيرتيز من اول هنا لهنا، وممكن اروح من السايد فيو جي وهبدا ان انا اعمل سلايد للايدج دي يعني تحت حاجه بالشكل ده. يعني بحاول اخلي الايدجز بتاعي تكون ستريت زي ما انت شايف بالشكل ده كده. طيب بعد كده انا محتاج احط سبورت لوب كمان هنا. لو دوست كنترول ار السبورت لوب هتتضاف بالشكل ده، وانا مش عايزها تتضاف كده. فانا هبدا ان انا اقول له الايدجات دي بس رايت كليك اعمل لي عندهم سب ديفايد. همسك الايدج اللي هنا دي جي وهبدا ان انا اعمل سلايد حاجه كده مثلا 0.85، وهبدا ان انا اجي هنا اعمل جوين للفيرتسيز دول، والايدج دي هعمل لها ديزولف. نفس الكلام عايز ابدا اعمله هنا. همسك الايدجات دي رايت كليك سب ديفايد، همسك الايدج لوب دي جي 0.85 بالسالب، وهبدا ان انا امسك الفيرتسيز دول اعمل لهم جوين، والايدج دي هعمل لها ديزولف. يعني ممكن ابدا ان انا امسك الايدج لوب دي كده واقول له جي برضو، يعني احركها كده شويه. ممكن اقول له سالب 0.07 مثلا، ممكن تكون قيمه مناسبه. عايز ابدا ان انا اعمل نفس الكلام الناحيه التانيه جي 0.07، يعني برضو عشان الايدجات دي لحد ما تكون ستريت عندي. طيب دلوقتي انا محتاج بقى اعمل ايه؟ انا محتاج برضو ان انا يبقى عندي سبورت لوب هنا. فانا هروح للفيرتكس سيلكشن مود، همسك الفيرتكس دي والفيرتكس دي جي علشان اعمل جوين، وهبدا امسك من اول هنا لغايه هنا. الايدج دي الميل بتاعها غير الميل بتاع الايدج دي، فانا علشان اظبط الميل بتاعي هقفل الاوتو ميرج من فوق جي هبدا انزلها تحت خالص كده. بعد كده من السايد فيو ممكن ابدا ان انا اقول له جي وابدا ان انا ارفعها لفوق. يعني احاول برضو اخلي الايدج بتاعي تكون الى حد ما ستريت، يعني حاجه بالشكل ده كده ممكن تكون مناسبه. وتعال نسيب الجزء ده كده دلوقتي. لو انا بدات اطلع فوق، قلنا لو انا حطيت السبورت لوب بتاعي بالشكل ده هتلاقي المشاكل دي بتحصل. الايدج لوب بتاعك مش منتظمه على الموديل بتاعك كله، غير ان هي ضايفه لي هنا ايدجات انا مش محتاجها. فانا هبدا برضو اروح للفيس سيلكشن مود، همسك الفيسز دي واقول له اعمل لي انست، خلي لي القيمه بتاعه 0.4. زي ما انت شايف هنا دلوقتي الاجزاء دي بقت المسافات عندي متساويه. هبدا ان انا امسك الفيسز دي واقول له انست، بس المره دي هدوس بي علشان اقفل الانست على الباوندري، وهقول له 0.4. هبدا امسك الفيسز اللي هنا، ممكن ادوس شيفت ار فهيكرر لي نفس اخر اوردر. ونفس الانستس دي انا عايز اعملها من تحت، فهمسك الفيسز دي شيفت ار، همسك الفيسز دي شيفت ار، نفس الكلام هبدا ان انا اعمله هنا شيفت ار، يعني حاجه بالشكل ده. بعد كده لو انا رحت للفيرتسيز ومسكت الفيرتسيز اللي في الكورنر دي وقلت له اعمل لي جوين، وبرده دول عايز اعمل ما بينهم جوين، ممكن دلوقتي امسك الايدجات اللي هنا اكس وابدا ان انا اقول له ديزولف ايدجز. ممكن الاثنين فيرتيز دول اعمل لهم جوين برضو. وكده كده احنا هنحتاج نضيف سبورت لوب هنا وسبورت لوب هنا، فهنتخلص من الايدجات اللي هنا دي، بس يعني هنسيبها كده دلوقتي. عايز برضو الاثنين فيرتكس اللي هنا هدوس جي علشان اعمل جوين، وهمسك الفيرتكس دي ممكن اروح كده للبوتوم فيو واقول له جي وحرك لي الفيرتكس دي حاجه بالشكل ده ممكن تكون مناسبه. يعني نفس الكلام ده عايزين نبدا ان احنا نعمله من الاتجاه التاني. همسك الثلاثه فيرتكس دول اعمل لي جوين، ومن هنا لهنا اعمل لي جوين. هروح للايدج سيلكشن مود، والايدجات دي هبدا ان انا اعمل لها ديزولف. هطلع فوق اعمل لي هنا جوين، والاجزاء اللي هنا برضو هبدا ان انا اعمل لهم جوين. والفيرتكس دي جي 0.009 علشان تبقى نفس القيمه اللي احنا عملناها من تحت. طيب عايزين بقى نكمل اضافه السبورت لوبس بتاعنا. انا عايز السبورت لوب دي او اللوب اللي موجوده عندي هنا دي زي ما هي طالعه من فوق كده، انا عايزها تكمل على بقيه الموديل بتاعي. لو دوست كنترول ار هتلاقي اللوب بتاعك بتضاف بالشكل ده، فانا مش عايز كده. انا هروح للايدج سيلكشن مود، كنترول الت كليك فهيمسك لي كل الايدج رينج بتاعي. ممكن اروح للتوب فيو وهدوس الت زد، وهقول له ان انا عايز الكات بتاعي تبقى على الشكل الدائري اللي موجود هنا ده بس. فممكن ابدا ان انا ادوس كنترول واقول له اعمل لي دي سيلكت لكل الايدجات دي. فدلوقتي الكات بتاعي هتبقى من اول هنا لحد تحت هنا. رايت كليك سب ديفايد، همسك الايدج لوب دي جي وممكن اسناب اللوب دي هنا كده، وهبدا ان انا اروح للفيرتيز دول اعمل لهم جوين، وامسك الايدج دي اعمل لها ديزولف. نفس الكلام عايز ابدا ان انا اعمله من فوق، هروح للفيرتيز همسك دي ودي واقول له اعمل لي جوين، ودي هبدا ان انا اعمل لها ديزولف. طيب زي ما انا عندي سبورت لوب هنا، انا عايز احط سبورت لوب قدامها الناحيه الثانيه هنا. فانا هبدا برضه اروح للايدج سيلكشن مود، همسك الايدجز دي رايت كليك سب ديفايد، ممكن امسك اللوب دي بالشكل ده جي وابدا ان انا يعني احركها كده لغايه اما اوصل لحاجه مناسبه. ممكن اقول له سالب 0.9
بعد كده هبدا ان انا امسك الفيرتكس 3 ودي واقول له اعمل لي جوين، وهروح للايدجات، الايدج دي ما عدتش محتاجها، هقول له اعمل لي ليها ديزولف. نفس الكلام ده عايز اعمله من تحت، هروح للايدج سيلكشن مود، همسك الايدجز اللي عندي هنا، رايت كليك سب ديفايد، همسك اللوب دي جي 0.9 بالسالب، وهبدا ان انا اقول له الفيرتكس 3 ودي اعمل لي ليهم جوين، والايدج دي انا مش محتاجها، اعمل لي ليها ديزولف. فدلوقتي الايدج لوب بتاعي اتضافت في الاجزاء دي بشكل مظبوط اكتر. طيب عايزين بقى نكمل. انا طبعا لما بنسى انهي نص هو اللي انا شغال عليه بدوس ايه علشان ابدا ان انا امسك الموديل بشكل كامل، فانا كده عرفت ان هو ده النص اللي انا شغال عليه. طيب انا عايز اضيف برضو سبورت لوبس فوق هنا، وعايز اضيف سبورت لوبس هنا، وطبعا نفس دول هنبدا ان احنا نضيفهم من تحت. فلو انا دوست كنترول ار هتلاقي اللوب بتاعك بتضاف بالشكل ده. انا مش عايز اللوب تضاف كده، فهروح برضو للايدجز بتاعي، همسك الثلاثه او مجموعه الايدجز دي، رايت كليك سب ديفايد، وهقول له مثلا خلي لي النمبر اوف كاتس يكونوا 4، اعتقد كده مناسب. همسك الاثنين اللي في النص اكس ديزولف ايدجز. نفس الكلام عايز ابدا ان انا اعمله تحت هنا، همسك الايدجز دي، رايت كليك سب ديفايد، وهقول له النمبر اوف كاتس خليهم 4، والاثنين اللي في النص اكس ديزولف ايدجز. دلوقتي ممكن اجي امسك من الثلاثه فيرتسيز دول واعمل ليهم جوين، والايدج اللي في النص هنا ما عدتش محتاجها. طبعا الايدج اللي موجوده عندي هنا دي انا ممكن اكملها واخليها تقف لغايه هنا كده. فلو انا بدات ان انا ادوس كنترول ار هتلاقي اللوب بتاعك اتضافت كده. ممكن ادوس بي علشان افعل البيس بوينت سنابنج، ومن الفيرتكس دي هسناب للفيرتكس دي. ممكن الاثنين فيرتسيز دول اعمل ليهم جوين، والاجزاء دي هنا هبدا ان انا اقول له انا مش عايز اللوبس دي، اعمل لي ليهم ديزولف، حاجه بالشكل ده كده. اللوبس اللي احنا ضفناها فوق دي محتاجين برضو ان احنا نضيفها تحت. فانا تحت ما عنديش مشاكل ان اللوب بتاعي تبقى كامله لغايه هنا، فانا هبدا ان انا ادوس كنترول ار، هضيف الاربعه كاتس بتوعي، وهروح للايدج سيلكشن مود، وهمسك الاثنين لوب اللي في النص واقول له اعمل لي ليهم ديزولف. يعني حاجه بالشكل ده ممكن تكون مناسبه. نفس الكلام عايز ابدا اعمله من تحت، كنترول ار، هضيف الاربعه لوبس دول، والاثنين اللي هنا هبدا ان انا اقول له اعمل لي ليهم ديزولف. وممكن يعني بشكل مبدئي الفيرتكس دي مع الفيرتكس دي ادوس جي وابدا ان انا اوصلهم ببعض بالشكل ده. يعني ممكن نشيل الايدج دي او نضيفها بعد كده، يعني هنشوف على حسب اللي هنحتاج نعمله. طيب لو انا بدات ان انا افعل السبديفيجن سيرفيس هتلاقي ان الايدج لوبس بتاعك بدات ان هي تحدد لك الموديل بتاعك يعني بشكل لطيف، ولكن طبعا لسه فاضل شويه شغل. تعالى كده نشوف ناقصنا سبورت لوبس فين. احنا ناقصنا سبورت لوب هنا من جوه، وطبعا عايزين سبورت لوب من بره هنا. تعالى نبدا باللي جوه دي. انا لو دوست كنترول ار هتلاقي اللوب بتاعك بتضاف بالشكل ده. انا برضو مش عايزها تضاف كده، فهدوس كنترول زد، هروح للايدج سيلكشن مود، كنترول الت كليك على الايدج دي فهيمسك لي الايدج رينج كلها. ومن التوب فيو هقول له انا الكات دي مش عايزها تبقى على الشكل الدائري اللي هنا ده خالص، انا عايز اللوب كات دي تبدا من اول الايدج دي لحد الايدج اللي زيها تحت. فانا ممكن ادوس الت زد كده، وممكن من التوب فيو اقول له اعمل لي دي سيلكت كمان لدول بالشكل ده، الت زد كنترول واعمل لي دي سيلكت لدول. يعني ممكن اعملها حاجه كده مثلا، رايت كليك سب ديفايد، ممكن امسك اللوب دي واقول له اعمل لي ليها سلايد جي وبي علشان انا عايز اسناب البوينت دي عند البوينت دي. قبل ما اعمل الجوين بتاعي انا طبعا هنا محتاج ان انا امسك الايدج دي من اول هنا لغايه فوق هنا، رايت كليك، وهبدا ان انا اقول له اعمل لي ليها سيت فلو علشان يحافظ لي على الكيرف بتاعي. والزحمه اللي هنا دي احنا هنعالجها في الاخر، مش دلوقتي، علشان عايزين نخلص السبورت لوبس بتاعنا دلوقتي. بس اهم حاجه ان كل ايدج تضيفها من هنا تعمل لها سيت فلو علشان تحافظ على الايه، على الشكل الكيرف بتاعك. تعالى بقى نروح للفيرتكس سيلكشن مود. ممكن بقى امسك من الفيرتكس دي، شيفت الفيرتكس دي، وابدا ان انا اقول له اعمل لي جوين بالشكل ده. الايدج دي مش محتاجها دلوقتي، هعمل لها ديزولف. هبدا ان انا انزل تحت هنا، نفس الكلام هقول له من الفيرتكس ريل دي اعمل لي جوين، والايدج دي اعمل لي ليها ديزولف. عايزين نضيف بقى السبورت لوب اللي من الناحيه الثانيه. برده لو دوست كنترول ار هتلاقي السبورت لوب بتضاف كده، وانا مش عايز كده. فانا هبدا ان انا اقول له كنترول الت كليك بحيث ان انا امسك الايدجز بتاعي دي، وانا عايز الكات تبقى من اول هنا، من اول الايدج دي لغايه الايدج اللي زيها فوق. فانا هدوس كنترول كده وابدا ان انا اقول له اعمل لي دي سيلكت للايدجز دي
تعالى كده نطلع نشوف السلكشن بتاعنا من فوق. تعالى ندوس الت زد، برضو نفس الكلام هنا. هبدأ ان انا اقول له اعمل لي دي سيلكت للإيدجز دي وللإيدجز دي كده. انا الكات بتاعي المفروض ان هي هتبدأ من اول هنا تمشي على الموديل بتاعي بشكل كامل لغاية تحت هنا. تمام مظبوط. رايت كليك سب ديفايد، وهمسك اللوب دي. طبعا هي واخده شكل الكيرف بتاعي ده برضو، بس انا هبدا ان انا اقول له اعمل لي سكيل ليها على الواي بصفر عشان انا محتاجها تكون ستريت. بعد كده هبدا ان انا اقول له جي جي واعمل لي ليها سناب هنا. هروح بقى بالفيرتكس دي والفيرتكس دي اعمل لهم جوين. همسك الايدج دي واقول له اعمل لي ليها ديزولف. نفس الكلام عايز ابدا ان انا اعمله من الاتجاه التاني. الفيرتكس دي ودي اعمل لي ليهم جوين، والايدج دي اعمل لي ليها ديزولف. طيب جميل قوي. لو بدات افعل السبديفيجن سيرفيس هتلاقي الموديل بتاعك بدات برضو التفاصيل بتاعه تتحدد بشكل افضل، ولكن يعني لسه مثلا عندنا مشكله، تحس ان في بنشنج هنا يعني بسيط كده، وعندنا برضو لسه في شويه سبورت لوبس تانيين محتاجين ان احنا نبدا نضيفهم يعني. طيب انا محتاج اضيف سبورت لوبس فين تاني؟ تعال نضيف تحت هنا. انا محتاج هنا اضيف سبورت لوب بحيث ان انا اكمل الايدج فلو بتاعي دي. لو دوست كنترول ار اللوب بتاعي هتضاف كده، انا مش عايزها تضاف كده. هبدا برضو ان انا امسك الايدجز اللي موجوده عندي هنا دي، رايت كليك سب ديفايد، همسك اللوب دي وهبدا اقول له جي جي اعمل لي ليها سلايد حاجه مثلا بالشكل ده ممكن تكون مناسبه. من الفيرتكس دي اعمل لي جوين، والايدج دي اعمل لي ليها ديزولف، يعني حاجه بالشكل ده يعني. وممكن تبدا بقى ان انت تمسك اللوب دي، ممكن اقول له جي جي وابدا ان انا برضو احاول اخلي الايدج بتاعي دي ستريت شويه. لو بدات ان انا افعل السبديفيجن سيرفيس هتلاقي يعني الجزء اللي عندك هنا بقى حاد سنه، ولكن انا ما عنديش مشاكل في كده لان هو سموث من هنا وحد من الاجزاء دي شويه. وهو انا الموديل بتاعي الاجزاء دي فيه حده يعني من اول هنا بدا ان هو يبقى حاد كده. طيب تعال نقفل تاثير السبديفيجن سيرفيس. انا لسه في مجموعه لوبس، انا محتاج لوب تكون موجوده عندي هنا. فتعال نمسك الايدجز دي بالشكل ده، رايت كليك وهبدا ان انا اقول له سب ديفايد. همسك اللوب دي جي جي وهبدا ان انا اعمل لها سلايد حاجه بالشكل ده. ممكن اقول له 0.55 مثلا، ممكن تكون دي قيمه مناسبه. عايز سبورت لوب زيها تبقى فوق هنا، فانا همسك اللوبس دي يعني ممكن امسكها لغايه هنا كده، رايت كليك سب ديفايد، همسك اللوب اللي انا ضفتها دي وهبدا ان انا اقول له جي جي اعمل لي ليها سناب على الفيرتكس اللي هنا. ممكن امسك الفيرتيس دول دلوقتي وادوس جي، والايدج لوب دي او الايدج اللي هنا دي هعمل لها ديزولف. لو بدات ان انا افعل السبديفيجن سيرفيس هتلاقي الجزء اللي هنا بقى حاد اكتر، ويعني اعتقد الدنيا بالنسبه لنا كده الطف يعني. طيب نفس الكلام ده احنا عايزين نعمل شبهه من فوق. فانا لو طلعت فوق هنا، لو انا بدات افعل السبديفيجن سيرفيس يعني في مشكله بسيطه عندي هنا اللي ما اعرفش هتبان عندك في الفيديو ولا لا، بس في بنشنج هنا كده. البنشنج ده لو كمان ضفنا السبورت لوبس اللي احنا محتاجينها هنا هتلاقي البنشنج ده ظهر اكتر، لان انا هيبقى عندي سبورت لوب من هنا وسبورت لوب من هنا، ف يعني هيفرق لك في الموديل بتاعك. تعالى كده نبدا ان احنا نضيف الاول اللوبس اللي احنا محتاجين نضيفها من جوه هنا. انا همسك الايدجات دي رايت كليك سب ديفايد، وهمسك الايدج دي جي جي 0.55 عشان تبقى بنفس القيمه اللي فوق. بعد كده همسك من هنا لهنا، وممكن امسك دي معاها رايت كليك سب ديفايد، والايدج اللي هنا دي جي جي وهبدا ان انا سنابها هنا حاجه بالشكل ده. هروح للفيرتكس سيلكشن امسك الثلاثه دول. خد بالك الجوين بيشتغل بترتيب الايدجات اللي انت بتعمل لها سيلكت، عشان كده هو ما بيعمليش جوين ما بين دول، لان انا بمسك من هنا ثم دي ثم دي وبدوس جي فبيعمل لي جوين بالشكل ده. هبدا بقى ان انا اروح امسك الايدج دي واقول له اعمل لي ليها ديزولف. عايز ابدا ان انا اضيف لوب كات بره يعني. دلوقتي البنشنج اللي هنا هو لسه موجود بس اتحل شويه يعني. طيب انا عايز ابدا بقى اضيف لوب هنا من بره، واللوب اللي من بره دي هتكون تريكي شويه. لو بدات طبعا ادوس كنترول ار اللوب بتضاف بالشكل ده يعني. ممكن اضيفها وبعد كده هبدا اقول له امسك لي من هنا لغايه هنا. اللوبس دي هيعمل لها ديزولف، انا مش محتاجها. وهبدا ان انا امسك اللوب دي، وانت لو بدات تقول له جي جي وتقربها كده بالشكل ده وبدات تفعل السبديفيجن سيرفيس، يعني الجزء ده بقى حاد. بس المشكله ان هو مش حد هنا بس، هو حد كمان من الاجزاء دي، فانا مش عايز كده. فانا
هبدا ان انا اقول له كنترول زد كده، وانا ماسك اللوب دي رايت كليك، وهبدا ان انا اقول له لا مش سب ديفايد، رايت كليك وهبدا اقول له اعمل لي سيت فلو للايدج دي. طبعا هتلاقي الفلو بتاع الايدج باظ بالشكل ده، فانا همسك من اول هنا لغايه هنا، بحيث ان اللي موجوده هنا دي تبقى هي الاكتف اليمنت بتاعي. وهبدا ان انا اقول له خلي لي الترانسفورم بيفوت بوينت اكتف اليمنت، وهقول له اعمل لي سكيل شيفت اكس علشان ما يعمليش سكيل على الاكس صفر. فدلوقتي الايدج فلو بتاعك هتكون كلها ستريت. طبعا الفيرتكس اللي هنا دي ممكن اقول له جي جي، وابدا ان انا اعمل لها سلايد بالنظر كده، احاول اخلي الايه المسافه بتاعي متساويه، يعني حاجه زي كده مثلا. لو بدات ان انا افعل السبديفيجن سيرفيس، هتلاقي مشكله البنشنج اللي كانت موجوده هنا اختفت الى حد ما يعني. ولكن انا ممكن امسك الايدج دي برضو بالشكل ده، وابدا ان انا اقول له جي جي، اعمل لها سلايد حاجه كده مثلا يعني، بحيث ان انا اقربها شويه من الموديل بتاعي. تعالى نعمل كنترول زد. اعتقد ان انا هسيبها زي ما هي، او لا تعالى نعمل لها سلايد كده شويه، حاجه بسيطه يعني حاجه بالشكل ده. ولو انت يعني موسوس قوي، انت ممكن تبدا ان انت تمسك اللوبس دي من اول هنا لغايه هنا، رايت كليك، وتبدا ان انت تقول له اعمل لي سيت فلو، فهو هيحافظ لك على الكيرف بتاعك، او هيحطها لك حسب الفلو بتاعها. بس انا مش هعمل كده، انا هسيبها زي ما هي. يعني اعتقد ان حاجه زي كده ممكن تكون مناسبه مبدئيا يعني. ولو احتاجنا ان احنا نغيرها هنبدا نغيرها. ممكن اجرب ان انا امسك اللوب دي، ومن السايد كده هبدا ان انا اقول له جي زد بي، وهقول له انا عايزك الفيرتكس دي تبقى على ستريت مع الفيرتكس دي بالشكل ده. يعني اشوف ايه اللي هيحصل. اعتقد ان انا مش هعمل كده، انا هسيبها زي ما هي بالشكل ده. طيب لو احتاجنا ان احنا نقربها شويه او نعدل فيها، هنبقى نعدلها كمان شويه. طيب بعد كده انا محتاج اعمل ايه بقى؟ انا محتاج اضيف سبورت لوب طبعا فين؟ في الجزء ده هنا. فانا هبدا ان انا اقول له كنترول ار، وهضيف لوب كات بالشكل ده. الاوتو ميرج عندي فوق مقفول، هقول له جي جي الزقها لي هنا كده. بعد كده هقول له جي جي تاني، هدوس بي واقول له من الفيرتكس دي للفيرتكس دي. فانا كده كده بالشكل ده يعني متاكد ان الايدج دي نفس السكيل بتاع الايدج دي بالظبط. ممكن بقى اجي من الناحيه التانيه هنا. طبعا الايدج دي انا محتاج ان انا امسكها بالشكل ده، مش محتاج دي معاها. رايت كليك وهبدا ان انا اقول له سيت فلو علشان يحافظ لي على الكيرف بتاعي. طيب محتاج اعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا محتاج اضيف كات كمان. انا ممكن ابدا ان انا امسك الايدجات دي، انا عايز اضيف كات تكمل لي اللوب بتاعي دي من هنا. فانا همسك الايدجات بتاعي دي كده، ممكن امسك كل ده بالشكل ده يعني حاجه كده. انا عايز الكات دي توصل لغايه الاخر هنا. رايت كليك سب ديفايد، وهبدا امسك اللوب دي كده، وهقول له اعمل لي ليها سكيل على الواي بصفر. بعد كده انت لو دوست جي جي هتلاقي الايدج رجعت تميل تاني، لان انت عندك الايدج دي مايله. فانا هقول له جي واي بي، وهمسك من الفيرتكس دي. انا مش محتاج ان انا اسناب على فيرتكس معينه، فانا هقول له جي واي، وابدا ان انا احركها كده، واقول له مثلا حطها لي هنا حاجه بالشكل ده. هروح للفيرتسيز، الفيرتسيز دول هعمل ليهم جوين، والايدج دي اكس ديزولف ايدجز. لو نزلت تحت هنا ممكن ببساطة امسك الفيرتكس دي والفيرتكس دي واعمل ليهم جوين بالشكل ده كده. تعال كده نفعل السبديفيجن سيرفيس بتاعنا. اعتقد ان الموديل بتاعنا التفاصيل بتاعه بدأت ان هي توضح بشكل افضل بكتير. طبعا احنا عندنا مشكلة هنا، اللي هو البنشنج اللي حاصل ده. المشكلة دي هتتعالج لو انا مسكت الفيرتكس دي كنترول بلس، وهبدأ ان انا اقول له اعمل لي انست بقيمة 0.4 مثلا. تعالى كده نفعل السبديفيجن سيرفيس، هتلاقي البنشنج اللي هنا المشكله بتاعي اتحلت زي ما انت شايف كده. بس لو بدات اعمل سكيل ممكن المشكله دي تتحل بشكل افضل. يعني ممكن ابدا ان انا اقول له اعمل لي انست اس علشان يعمل لي سكيل، وهبدا ان انا اعمل سكيل حاجه بالشكل ده كده. تعالى نقفل السبديفيجن سيرفيس عشان نشوف المشكله اللي هنا دي. انا هقول له كنترول زد، وهبدا ان انا اقول له اعمل لي انست حاجه بسيطه خالص كده. بعد كده هقول له اعمل لي سكيل
فالمشكله دي مش تحصل معايا. تعالى كده نفعل السبديفيجن سيرفيس، يعني حاجه بالشكل ده. معرفش انا لو شلت اللوب اللي موجوده عندي هنا دي، اللي هي اللوب دي، تعالى كده نفعل السبديفيجن سيرفيس ونشوف لو انا شلتها ديزولف ايدجز. اعتقد ان الوضع كده هيكون افضل يعني، ولكن ممكن ابدا ان انا سكيل ده بره شويه، حاجه كده يعني. يعني هسيبها بالشكل ده دلوقتي. طبعا انا عندي مشكله دلوقتي ان انا حاسس ان المسافات مش متساويه، فانا هعمل كنترول زد. انا مش عايز كل الايدجات اللي انا ضفتها دي دلوقتي. انا دلوقتي لو بدات ان انا اقول له اعمل لي سكيل، تمام، كل حاجه مظبوطه، انا هبدا ان انا اقول له اعمل لي انست. خلي الانست ده حاجه بسيطه، انا عايز الفيرتكس اللي في النص دي تكون اكتف، وهو ده الاكتف اليمنت. لو بدات بقى ان انا اعمل سكيل هتلاقي المسافات دلوقتي ايه، متساويه. تعالى نفعل السبديفيجن سيرفيس، فالشيدنج هتلاقيه بقى مظبوط. ممكن اخرج بره الايديت مود وابدا ان انا اقول له شيد سموث كده، فواضح ان الشيدنج بتاعنا بقى افضل يعني. طيب تعالى نفعل السبديفيجن سيرفيس تاني، ونبدا نبص على الموديل بتاعنا. يعني اعتقد ان انا عندي هنا بنشنج بسيط، يعني ممكن نتغاضى عنه، او البنشنج ده حله ان انا ابدا ان انا اضيف لوب كات كده. فتعالى نبدا ان احنا نشوف كده ايه اللي عندنا هنا. يعني لو انا مثلا رحت على الفيرتكس بتاعي وبدات ان انا امسك من الفيرتكس دي للفيرتكس دي، وبدات ان انا اقول له اعمل لي جوين، تعالى كده نشوف هيحل لي المشكله. كنترول زد. يعني اعتقد ان انا مش هضيفها. مش عارف. تعالى كده نبدا ان احنا نمسك من اول هنا لغايه هنا، وهفعل الاوتو ميرج بتاعي واقول له جي جي، وابدا ان انا سناب دول هنا كده الحمهم هنا. بس انا مش عايز الحمهم هنا، انا عايز ادي سيلكت دي. تعالى نقول له جي جي ونلحم بس الاجزاء دي. طيب انا مش هعمل كده، وانا هسيب ده دلوقتي، وبعد كده ممكن ابقى اشوف احنا ممكن نحل الموضوع ده ازاي. ولكن انا ممكن دلوقتي، انا هنا الجزء ده ما عنديش فيه مشاكل. الجزء اللي هنا يعني فيه بنشنج خفيف قوي، يعني ما بيبانش غير لو انت باصص كده. تعال كده نخرج بره الايزوليشن مود. احنا كده كده عمرنا ما هنشوف الايه التفاصيل اللي هنا، فممكن نتغاضى عن البنشنج اللي موجود عندنا هنا ده. تعالى نقفل الاوتو ميرج، تعالى نقول له جي جي كده. انا لو بدأت ان انا ابعد الجات بتاعي دي، البنشنج ده المشكلة بتاعه الى حد ما هتتحل. فانا ممكن ابدأ امسك من اول هنا لغاية هنا كده، وهبدأ اقول له جي واي حركولي على الواي. يعني ممكن اعمل حاجة كده مثلا. تعال نفعل السبديفيجن سيرفيس. يعني مشكلة البنشنج بتاعنا كنترول زد، ممكن امسك دي معاهم جي. انا دوست اتش بالغلط، جي جي واي، وابدا ان انا احركها كده. هتلاقي المشكله بتاع البنشنج بتاعك كده ايه الى حد ما اتحلت. شوف كنترول زد البنشنج موجود، كنترول شيفت زد البنشنج عندي راح شويه يعني. تعالى كده نعمل كنترول زد ونبدا ان احنا نمسك دي كمان معاها جي واي، ونبدا ان احنا نحركها كده شويه. يعني مش عارف، تعالى نحركها مثلا -2. يعني اعتقد ان الدنيا كده ممكن تكون الطف. و انا ممكن كمان ابدا ان انا امسك الايدجز دي، ممكن امسك دول كده. تعال نشوف لو فعلنا سبديفيجن سيرفيس، بدات ان انا اقول له جي جي، وبدات ان انا احركهم بالاتجاه ده. البنشنج بتاعي مشكلته بتتحل اهي يعني.
تعال نخلي القيمة دي تبقى سالب 0.7 مثلا، وتعالى نفعل السبديفيجن سيرفيس. هتلاقي مشكلة البنشنج بتاعك اتحلت والتوبولوجي بقى كلين، بس عمل لي بنشنج فوق هنا. فانا ممكن ابدا اقول له ايه بقى، ممكن ابدا ان انا امسك دول بس جي وابدا ان انا اقربهم بالشكل ده كده، يعني حاجه بالشكل ده، بحيث ان انا احلها من تحت هنا فوق ما يعمليش اي مشاكل. يعني اعتقد ان المشكله بتاعي كده اتحلت. طيب خليها تبقى سالب 0.65 مثلا. يعني بالشكل ده المشاكل اللي عندي هنا اتحلت. تعالى بقى نكمل نشوف بقية الموديل بتاعنا محتاج ايه. انا محتاج اضيف سبورت لوبس فوق هنا، ده مكان، ومحتاج اضيف سبورت لوب من بره هنا، ده برضو مكان. واعتقد كده هيبقى فاضل لنا بس السبورت لوبس اللي محتاجين نضيفها في الاجزاء اللي بقية الموديل الكيرف بتاعنا اللي هنا ده. فتعالى نبدأ بالسبورت لوب اللي ممكن نحطها هنا. تعالى نفعل السبديفيجن سيرفيس كده. هو يعني انا مش محتاجها قوي، ولكن تعالى نبدا ان احنا نحطها. انا هبدا ان انا اقول له كنترول ار وضيف لي 4 لوب كاتس هنا. امسك لي الاثنين اللي في النص اعمل لي ليهم ديزولف، وتعالى امسك لي الاثنين دول كده علشان انا عايز اشوفهم من الناحيه الثانيه. هبدا ان انا امسك دي من اول هنا لهنا، شيفت كنترول ورايت كليك سيت فلو علشان يحافظ لي على الكيرف بتاعي. فانا هنا حليت المشاكل اللي موجوده عندي. والسبورت لوبس برضو انا ضفتها هنا. لو بدات افعل السبديفيجن سيرفيس يعني الاجزاء بتاعنا بقت حادة اكتر بالشكل اللي انت شايفه ده. واعتقد الشيدنج بتاعنا يعني مظبوط ما فيهوش مشاكل. طيب تعالى نقفل تأثير السبديفيجن سيرفيس ونشوف محتاجين ايه تاني. طبعا الجزء اللي هنا تحس ان هو بينشي بره كده، ده الجزء ده بمجرد ما احنا نيجي هنا كده هبدأ ان انا اقول له كنترول ار حط لي سبورت لوب. اللوب دي ممكن اسيبها كده في النص، وهبدأ ان انا اقول له رايت كليك سيت فلو. طبعا هتلاقي المشكلة دي حصلت، ولكن يعني مش تفرق معانا لان احنا هنبدأ نمسك الموديل من فوق كده لغاية تحت هنا. وممكن الاوتو ميرج عندي مقفول، وهقول له جي وهلزق دي هنا خالص كده. بعد كده جي وهبدأ ان انا ارجعها ورا شوية. يعني ممكن ادوس بي وابدأ ان انا امسك من هنا لهنا، بس هو انا مش عارف هو مش شغال. فتعالى ندوس تاني كده جي بي من هنا لهنا. طيب تعالى نحددها بالنظر. هقول له جي وحركها لي شويه كده مثلا. تعالى نفعل السبديفيجن سيرفيس. هتلاقي البنشنج او اللي كان حاصل هنا اتحل. طبعا الجزء اللي تحت ده المشاكل اللي تحت دي والمشاكل اللي موجوده عندنا فوق برضو هتتحل لما نحط السبورت لوبس فوق. ولكن يعني لحد دلوقتي احنا ماشيين تمام. البنشنج اللي حاصل هنا ده ممكن اعالجه عن طريق ان انا برضو احط سبورت لوب هنا بالشكل ده. تعالى كده نجرب ندوس كنترول ار نشوف اللوب بتاعنا دي ماشيه ازاي. يعني هو هتلاقيه بيضيفها لي كده. ممكن اقول له خليها لي سالب 0.65. تعالى نفعل السبديفيجن سيرفيس. هتلاقي الكيرف بتاعك بقى شكله الطف يعني. ولكن انا محتاج اجي هنا. انا مش محتاج كل اللوبس دي، فهبدأ ان انا امسك من اول هنا لغاية هنا، وممكن ابدأ ان انا اعمل لدول ديزولف. تعالى كده نفعل السبديفيجن سيرفيس. ما عندناش مشاكل في الشيدنج، والسبورت لوبس عملت شغلها عندي مظبوط هنا. ممكن تحس بس ان انت عندك بنشنج بسيط هنا في الجزء ده، والبنشنج ده سببه ان انت عندك تراينجل صغير قوي هنا. فاحنا ممكن نعمل ايه بقى؟ يعني تعال نجرب مثلا نمسك من اول هنا كده لحد هنا، وهبدأ ان انا اقول له اكس اعمل لي ديزولف. وتعالى نفعل السبديفيجن سيرفيس. هتلاقي المشكلة اللي عندك هنا اتحلت. اعتقد ان انا هكتفي بحاجة زي كده. بس هبص في الريفرنس في الشاشة التانية بحيث ان انا اتأكد يعني ان التفصيلة شكلها مظبوط، واعتقد ان هي كده شكلها مظبوط. يعني بالشكل ده اعتقد ان احنا ضفنا كل السبورت لوبس على الاجزاء اللي هنا. كل السبورت لوبس اللي احنا محتاجينها على الاجزاء اللي هنا احنا ضفناها. تعال بقى نروح نركز على الجسم الكيرفي اللي موجود هنا ده.
انت كده كده اللوبس اللي موجوده عندك هنا، الاجزاء دي في الموديل مش حاده، انت عندك هنا كيرف. فبالتالي انا هعمل ايه؟ قبل ما ابدا ان انا اضيف السبورت لوبس بتاعي، او قبل ما اعمل اي حاجه خالص، تعالى نعالج المشكله اللي موجوده عندنا هنا، اللي هو الزحمه اللي موجوده دي. والموضوع ده بسيط. لو انا بدات امسك اللوب دي كده، انا عايز امسك من اول هنا لغايه هنا، وعايز امسك نفس اللوب دي في الاجزاء دي بالشكل ده. حاجه كده. لو دوست رايت كليك ومن اللوب تولز هقول له سبيس، فهو هيخلي لك المسافات هنا متساويه، ولكن في نفس الوقت هو هيحافظ لك على شكل الايه، الكيرف بتاعك. وطبعا ده علشان احنا كل ايدج كنا بنضيفها كنا بنعمل سيت فلو، فالايدج كده كده بالنسبه للموديل مقر يعني. طيب من بره هنا بقى انا محتاج اعمل ايه؟ انا محتاج امسك الايدجات دي بالشكل ده قبل ما اضيف اي سبورت لوبس. احنا قلنا الاجزاء دي هتبقى كيرفي، فانا هعمل زوم ان هنا كده شويه، يعني حاجه بالشكل ده. وهبدا ان انا اقول له كنترول بي، وهزود لوب كده، وهدوس شيفت، وهبدا ان انا اعمل اللوب بتاعي لغايه اما يدوب الزق في ايه، في الفيرتكس بتاعي اللي موجوده هنا. بعد كده الايدج لوب دي انا ما عدتش محتاجها، هبدا ان انا اقول له اكس اعمل لي ديزولف ايدجز، يعني حاجه بالشكل ده. فبالتالي الجزء ده من الموديل بقى كيرفي. لو بدات ان انا افعل السبديفيجن سيرفيس هتلاقي ان انت الجزء اللي عندك هنا سموث. ولو انت عايزه يكون سموث اكتر، احنا ممكن نمسك الايدج لوب دي ونعمل لها ديزولف. تعالى كده نجرب نعمل لها ديزولف. بعد كده هبدا ان انا امسك التو لوبس اللي موجودين هنا وكنترول بي، وهبدا ان انا اخلي مثلا البيفل بتاعي ده يكون 2.25 مثلا، حاجه زي كده ممكن تكون مناسبه. اعتقد ان كده ممكن يكون مناسب اكتر لو فعلت السبديفيجن سيرفيس. اعتقد ان حاجه كده هتكون مناسبه اكتر لينا. طبعا البنشنج ده اللي موجود هنا ده كله هيتحل، والبنشنج ده هيتحل دلوقتي. تعال نقفل السبديفيجن سيرفيس. قبل برضه اما ابدا ان انا اضيف اللوب كاتس بتاعنا، السبورت لوبس يعني، انا هدوس كنترول ار، وهبدا ان انا اقول له مثلا ضيف لي 5 لوب كاتس كده. الثلاثه اللي في النص دول انا مش محتاجهم، هقول له اعمل لي ليهم ديزولف. وهبدا ان انا اقول له من هنا لهنا اعمل لي جوين، ومن هنا لهنا اعمل لي جوين، ومن هنا لهنا اعمل لي جوين. فانا كده بقى عندي هنا كواد، وبقى عندي هنا كواد بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يعني حاجه كده. عايز اعمل نفس الكلام ده من تحت، ولكن يعني انا مش عاجبني المنظر ده. تعالى كده نعمل كنترول زد لغايه اما احنا شلنا اللوب اللي هنا دي. انا عايز اللوب دي تفضل في مكانها. انا همسك الايدجات دي كده، وهبدا ان انا اقول له كنترول بي، ويعني حاجه بالشكل ده. ثم همسك اللوب دي اكس واقول له اعمل لي ديزولف ايدجز. يعني انا عايز اروح ابص على الموديل عندي كده. اعتقد ان كده كفايه، وكده هيخلي لي شكل الفلو والتوبولوجي بتاعي احلى يعني. فهخفي تاثير السبديفيجن سيرفيس. هبدا بقى ان انا اقول له كنترول ار ضيف لي ال5 كاتس اللي عندي هنا. الثلاثه اللي في النص مش عايزهم، امسك لي من هنا لهنا اعمل لي جوين، من هنا لهنا اعمل لي جوين، ومن هنا لهنا اعمل لي جوين بالشكل ده. عايز اعمل نفس الكلام ده من تحت. كنترول ار ضيف لي 5 لوب كاتس. الثلاثه اللي في النص هعمل ليهم ديزولف، وهروح للفيرتيز همسك من هنا لهنا جوين، من هنا لهنا جوين، ونفس الكلام من هنا لهنا جوين. فانا كده بقى عندي البوليجونز اللي هنا دي كوادز كلها. بعد كده بقى هبدا ان انا امسك الفيسز بتاعي من اول هنا لغايه الاخر هنا. عايز امسك نفس الفيسز دي من فوق من اول هنا لغايه الاخر هنا، وهقول له كنترول بلس. فانا كده ماسك كل الفيسز دي، وابدا ادوس اي علشان اعمل انست. ممكن اخلي قيمته 0.4 مثلا. تعال نفعل السبديفيجن سيرفيس. اعتقد ان حاجه كده هتكون مناسبه. وزي ما انت شايف المشاكل اللي كانت موجوده عندنا هنا اختفت، ونفس الكلام المشاكل اللي كانت موجوده تحت اختفت. واضح ان انا في عندي هنا مشكله، لان انا محتاج امسك
في فيسز هنا ما مسكناهاش، تعال نقول له اي بوينت 4. طبعا انا الباوندري عندي التشيك متشال من عليه. تعال كده نفعل السبديفيجن سيرفيس، هتلاقي خلاص المشاكل اللي عندك من تحت ومن فوق بدأت ان هي تتحل، او هي اتحلت خلاص. يعني حاجة بالشكل ده. لو بدأت ان انا اروح ابص على الموديل بتاعي في المات كاب، هتلاقي ان الشيدنج بتاعك كلين، مفيش عندك مشاكل في اي مكان في الموديل. وبالشكل ده احنا نكون خلصنا. موديل رخم طبعا، والتفاصيل فيه اضافتها رخمة، والسبورت لوبس رخمه لان هو موديل صغير ولكن هو مليان تفاصيل وكيرفات وحاجات قريبه من بعض. لو خرجت بره الايزوليشن مود وبدات مثلا ان انا افعل السبديفيجن سيرفيس كده، انا عايز اشوف التفاصيل بتاعي دي كامله. تعال نفعل السبديفيجن سيرفيس هنا كمان. لو بدات ابص على الموديل كده، هتلاقي ان انت كل حاجه عندك كلين ومظبوطه. بقالنا ساعه الا تلت تقريبا بنضيف في السبورت لوبس بتاع الموديل ده بس الحمد لله خلصناه بشكل مظبوط في الاخر كده. كل اللي فاضل لنا شويه بقى التفاصيل البسيطه، ان احنا نعكس الاجزاء اللي فوق دي تحت، وان احنا نضيف المسمار بتاعنا والسلندر اللي موجوده هنا. انا قلت لك كده كده الفيديو ده هيبقى اخر فيديو، فهنكمل التفاصيل دي في الفيديو ده. انا بصيت على الفيديو ده في التسجيل، لقيت ان الفيديو ده داخل في ساعة ونص، فللأسف احنا لازم هنحتاج نعمل فيديو كمان. وانا زي ما قلت لك مش عايز اكروت الفيديوهات، بس الفيديو ده ممكن نبدأ نعمل فيه الفتحة اللي احنا محتاجين نعملها للمسمار بتاعنا هنا. والفتحة دي اضافتها هتكون سهلة. انا هقفل السبديفيجن سيرفيس، وتعالى نرجع للاستوديو لايتنج تاني. هروح للإيديت مود، في الايدج سيلكشن مود هبدأ اقول له امسك لي الايدجات دي بالشكل ده، وكنترول اي، وهبدا ان انا اقول له اعمل لي سب ديفايد بالشكل ده. هو ضاف لي اللوب اللي انت شايفها دي. هخرج بره الايزوليشن مود، وهاخد الموديل ده معايا وارجع للايزوليشن مود تاني، وهقول له اقفل لي السبديفيجن سيرفيس من هنا. بعد كده هاجي هنا اروح للايديت مود، وانا ماسك اللوب اللي موجوده عندي هنا اللي انا هعمل بيها الفتحه، ممكن ابدا اقول له خلي لي الترانسفورم بيفوت بوينت يكون ميديم بوينت تاني. وهروح للسايد فيو كده الت زد، وهبدا ان انا اقول له اعمل لي سكيل شيفت اكس علشان مش عايز السكيل يتعمل على الاكس، وهدوس بي علشان افعل البيس بوينت سنابنج، وهقول له اعمل لي سكيل من الفيرتكس دي للفيرتكس دي بحيث ان هي تكون نفس المسافه بتاع الفتحه بتاعي بالظبط. بعد كده ممكن ابدا اقول له مثلا اقفل لي برده الميرور موديفاير ده. هروح للفيرتكس سيلكشن مود، همسك الفيرتكس دي كنترول بلس، فانا دلوقتي ماسك كل الفيسز اللي موجوده عندي هنا، وهقول له اي اعمل لي اكسترود لغايه اما اوصل لنص الموديل، والفيسز اللي هنا دي هقول له اكس ديليت فيسز. بالشكل ده لو انا فعلت الميرور موديفاير هتلاقي الفتحه عندي بقت موجوده بشكل كامل. هروح للإيدج سيلكشن مود، وهبدا ان انا اقول له امسك لي اللوب اللي هنا دي، عايزين نحط السبورت لوبس بتاعنا. فانا هبدا ان انا اقول له من السايد فيو كده الت زد، وهبدا ان انا اقول له كنترول بي، وهزود كات هدوس بي علشان ابدا اتحكم في الشيب. انا عايز الشيب يكون واحد، هدوس ايه علشان ارجع اتحكم في الويدث تاني، وهدوس شيفت واحاول ان انا اخلي السبورت لوب على نفس المسافه كده بالظبط. يعني اعتقد ان حاجه كده ممكن تكون مناسبه. لو بدات ان انا ابص يعني تقريبا هي مناسبه. ممكن اقول له 0.635 مثلا، يعني حاجه زي كده، او 0.625 ممكن تكون قيمه مناسبه. اعتقد ان كده عليها بالظبط. يعني مش لازم ان هي تكون عليها بالظبط، ولكن انا بحاول اكون بيرفكشنست على قد ما اقدر. فهبدا ان انا افعل السب ديفيجن سيرفيس هنا، وهفعل السب ديفيجن سيرفيس هنا، فهتلاقي ان الفتحه بتاعي اتعملت. وبالشكل ده الموديل بتاعنا ده هيكون خلص بشكل كامل. الفيديو الجاي بقى هنبدا ان احنا نضيف بقيه التفاصيل ونخلص الموديل بتاعنا ان شاء الله. هيكون اخر فيديو اتمنى. يعني لو لقيت الفيديو مفيد ليك، انت لو وصلت لهنا ومتابع معانا الورشه، فاكيد الفيديوهات مفيده ليك. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وممكن تعمل كومنت تقول فيه اي حاجه، او لو عندك سؤال تساله. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.